اخد منه requirement وابني السوفت وير لحد ما نطلع للبرودكشن والحاجات اللي بعد البرودكشن كمان. فهنا السكوب بتاعنا هيكون السوفت وير هاوس ان شاء الله. لو جينا بقى نتكلم عن الموضوع كله من الاول، حاليا فلنفترض ان انا عندي عميل، العميل ده عنده فكره معينه بتاعه سوفت وير معين عايز يعمله، وجه بدا يتكلم معايا كشركه. انا حاليا عندي فكره معينه عايز اعملها، ايه الخطوات بتمشي ازاي بالظبط، او كشركه بنتعامل ازاي؟ في البدايه واول تيم بيتعامل مع العميل بيكون البيزنس تيم. البيزنس تيم بيبدا يقعد مع العميل، يشوف الريكويرمنت اللي هو عايز يصلحها، يشوف الصوره النهائيه للبيزنس ده المفروض يطلع بشكل عامل ازاي، يبدا يطلع دوكيمنت معينه فيها كل المتطلبات بتاعه العميل، يبدا يشوف لو في جابس في البيزنس بتاع العميل ده ممكن يتعامل معاها ازاي. طبعا العميل جاي بيقول انا عايز اعمل حاجات معينه، بس الحاجات المعينه اللي هو عايز يطلعها دي في حاجات معينه هو ما يعرفش هتطلع ازاي. ما يعرفش مثلا ان انا هيكون عندي داشبورد هبدا كنترول منها ايه الداتا اللي تظهر وايه الداتا اللي ما تظهرش. مش هيكون عارف يتعامل ازاي صح مع السوفت وير ده او ايه المفروض اللي يتبني. وهنا بتكون وظيفه البيزنس تيم، بيبداوا يشتغلوا مع العميل لحد ما في الاخر خالص نطلع لحاجه اسمها BRD او SRS. دي الفاينل دوكيمنت اللي احنا بنطلع بيها، ودي اللي بعد كده بيتبني عليها البيزنس بشكل كامل. فده كان شغل البيزنس تيم. طب حاليا الاي اي ممكن يأثر على الناس بتوع البيزنس ازاي؟ الاي اي حاليا بيساعد الناس دي جدا. بيساعدهم ازاي؟ انا كحد شغال بيزنس ممكن اطلع انيشال BRD دوكيمنت عن طريق الاي اي، ابدا اتكلم مع الاي اي تولز واديها الريكويرمنت اللي العميل عايزها، واخد بشكل مبدئي SRS، وابدا ارجع للعميل اخد منه فيدباك وابدا اطور من SRS ده بحيث تميت اللي العميل عايزه. فهو هيوفر عليها كتير جدا. في نفس الوقت من الحاجات اللي ممكن تساعدني او الاي اي يساعدني فيها، ان الاي اي عنده داتا كتير جدا لابلكيشنز كتير مماثله. فان انت تتكلم على الاي اي تبدا تاخد منه افكار وتبدا تاخد منه داتا، ده هيساعدك كتير جدا بدل ما تعمل سيرش في مواقع كتير وتبدا تضيع مجهود كتير جدا. هو الاي اي هيوفر عليك الكلام ده. فهنا الاي اي بيساعد كتير جدا الناس بتوع البيزنس. طيب حاليا احنا خلصنا الستيب بتاعت البيزنس وخلصنا طلعنا الدوكيمنت اللي احنا عايزينها اللي هي SRS، وعارفين العميل ده محتاج ايه بالظبط. ايه النكست ستيب؟ النكست ستيب عندي بيكون الشغل بتاع الUI UX. وانا عارف ان انتم امبارح كان عندكم سيشن في UI UX، واكيد طبعا عرفت كل الحاجات اللي تخص الاي اي الخاصه بيها والبروسيس بتاعت الUI UX. فخلينا نتكلم عن الموضوع باختصار بسيط. الUI UX بالنسبه لي لو هعرفه وهتكلم عليه هو خطوتين. اول جزء اللي هو اليو اي، ده الديزاين اللي العميل بيشوف في الاخر شكله عامل ازاي. والجزء الثاني اللي هو الUX اللي هو اليوزر اكسبيرينس. بمعنى ايه؟ انا حاليا كعميل عايز شاشه معينه بمواصفات معينه. الشخص اللي بيشتغل في الUX هو عنده الاكسبيرينس ان هو يكون عارف اليوزر بيفكر ازاي، عارف المفروض البوتن ده يتحط في اي مكان في الصفحه بحيث يسهل على الشخص اللي بيستخدم الاب او السايت ان هو فعلا يوصل اللي هو عايزه. فده باختصار الUI UX. طب ليه بقى بيكون عندي ستيب للUI UX في السوفت وير سايكل؟ علشان هنا ابدا اطلع الديزاين النهائي، ابدا اطلع الشكل النهائي اللي العميل محتاجه قبل حتى ما نبدا نكتب سطر كود واحد. بيطلع الشكل النهائي، يبدا يشوف البيزنس تيم يتاكد فعلا ان الشكل اللي طلع ده او الديزاين اللي طلع بيميت الريكويرمنت، يبدا يرجع للعميل تاني يتاكد فعلا هو ده اللي العميل محتاجه، هو ده الشكل النهائي. وبعد كده ممكن تبدا الديفلوبمنت او نبدا كتابه كود. بس خلاص بكون عارف ايه الشكل او ايه الحاجه اللي العميل ده محتاجها وطلعناها بشكل مبدئي كمجرد ديزاين. طيب هل الUI UX من الحاجات اللي هتتاثر بالاي اي؟ طبعا الUI UX من الحاجات اللي هتتاثر بالاي اي بشكل كبير. حاليا معظم التولز اللي الناس بتستخدمها فعليا في الUI UX زي فيجما وغيرها كلها حاليا بتسبورت الاي اي. كلها حاليا بتستخدم الاي اي ان هي خلت الموضوع اسهل بكتير واسرع كتير على الناس بتوع الUI UX ان هم يطلعوا الديزاينز بتاعتهم. حاليا مثلا من اشهر الحاجات التولز اللي طلعت جديده كلود ديزاين. كلود ديزاين حاليا انت ممكن تتكلم معاه تدي له انيشال ريكويرمنت وتبدا تتكلم معاه يطلع لك UI UX جاهز. انا جربت التول دي، هي مش بتطلع الحاجه النهائيه او الشغل اللي فعلا ممكن نقول ان هو UI UX ده احنا عايزينه بالظبط. بس اللي انا شايفه ان التطور ماشي في الاتجاه ده، وده واحده واحده لا يعني الموضوع هيكون اسهل وابسط بكتير للناس اللي شغاله في الUI UX ان هي تطلع الديزاين هيكون اسرع. ممكن بعد كده تلاقي الشغل بتاع البيزنس بقى مرتبط بالUI UX. يعني انا ممكن حاليا شغال في الاناليست وشغال بيزنس، بدل ما يكون معاه شخص شغال UI UX لا انا بنفسي ادخل او ادخل استخدم التولز واديها الريكويرمنت يطلع عندي الشكل النهائي بتاع الUI UX. ولغايه حاليا الفتره اللي احنا بنتكلم فيها دي الكلام ده مش جاهز، لسه ما وصلناش للنقطه دي. بس انا متوقع ان يعني على المدى القريب مش البعيد ممكن نوصل لها.
ولغايه دلوقتي فعليا الناس اللي شغاله في اليو يو اكس سواء عندهم اكسبيرينس او جينيورز، ستيل هم اللي بيطلعوا الشكل وهم اللي بيتفاعلوا صح مع التولز دي. لحد هنا كده احنا ممكن نقول خلاص احنا بقى عندنا اس ار اس دوكيمنت وبقى عندنا يو اي يو اكس. هنا بقى هنوصل للمرحله بتاعت الديفلوبمنت. وهنا الشركات بتتقسم لنوعين في الشغل في الديفلوبمنت. في شركات بتقول لك انا كل الديفلوبرز اللي عندي بيكون من نوع فول ستاك، ناس عارفين باك اند وعارفين فرونت اند، ويبداوا يشتغلوا ويطلعوا الاثنين. وفي شركات تانية بتقول لا انا عندي تيم للباك اند وتيم للفرونت اند. والموضوع مش هيفرق كتير، يعني مثلا للناس اللي بتشتغل فول ستاك هي في الغالب بتكون قوية جدا في الباك اند وعارفين فرونت اند بشكل كويس، بس عندهم شوية جابس وحاجات محتاجين يتعلموها. بيكون في زي تيم ليد او حد عنده اكسبيرينس كبيرة في الفرونت اند بحيث يعمل سبورت مع الناس اللي شغالة فول ستاك. على الصعيد الثاني الناس مثلا لو مقسومه نص باك اند ونص فرونت اند، فبيكون الناس بتاع الفرونت اند النولج بتاعتهم عاليه جدا في الفرونت اند، مش محتاجين سبورت كبير من حد. وفي نفس الوقت الناس بتاع الباك اند هي شغاله باك اند. في الحته دي في شويه رولز معينه لازم نتكلم عنها تكونوا عارفينها في حته الديفلوبمنت دي. في رول مثلا اللي هو الشخص اللي بيشتغل سوفت وير اركتكشر. الشخص ده مين او ايه الهدف من الشغل بتاعه؟ الشخص ده بيكون اكتر شخص عنده اورنس بالتكنيكال، حد عنده اكسبيرت كبيره جدا في حته التك، وعمل مشاريع كتير واشتغل على معظم الباترنز ومعظم ومعظم الحاجات اللي ليها علاقه بالاركتكت. وبيبدا هو يجهز ايه الاركتكت اللي هنشتغل عليه، يحدد مثلا هنشتغل مايكرو سيرفيس ولا هنشتغل مونوليتيك، يبدا يحط القرارات التكنيكال اللي المشروع بيتبني بيها، واللي بعد كده بنلجا له علشان لو في حاجه لها علاقه بالتك بياخد القرار. بس هو بياخد القرار الكبير، يعني مثلا بنحدد حاليا هنعمل اوثنتيكيشن اوثرايزيشن بايه، ايدنتيتي ولا ايدنتي سيرفر مثلا. هو بياخد القرار ده، بس مش بيكون مجرد قرار تكنيكال بسيط، لا، حاجات بتأثر في المشروع ككل. والتايتل التاني اللي لازم نتكلم عنه هو التيم ليد. التيم ليد ده الشخص اللي معظم التيم سينيورز وجونيورز بيعملوا ريبورت ليه في اي مشاكل عندهم، بيرجعوا له في الاول وفي الاخر. هو اللي بياخد التكنيكال ديسيجن بس على مستوى التيم، على مستوى القرارات البسيطه، مش الحاجات اللي متعلقه بالاركتكشر وغيره. التايتل التاني اللي لازم نكون عارفينه هو الدليفري مانجر. الشخص بتاع الدليفري مانجر ده اللي مسؤول او عنده حته الدليفري، هو اللي مسؤول عن الديدلاين، هو اللي مسؤول التيم هيوصل ايه في وقت قد ايه. فده اهم حاجه عنده تفرق الوقت والدليفري. وطبعا كلنا عارفين ان احنا كتيم لو احنا شغالين، انا كجونيور او حتى سينيور بكون شغال اطلع الكود بتاعي وبعمل بعد كده حاجه اسمها بول ريكويست، ويبدا التيم ليد هو اللي مسؤول ان هو يعمل ريفيو على الكود ده ويتاكد ان كل حاجه تمام قبل ما يقبل الكود ده انه يدخل على المشروع عندي. طيب كناس شغالين في الديفلوبمنت، هل الديفلوبمنت هيتاثر بالاي اي؟ طبعا الديفلوبمنت يعني من اكتر المجالات او اكتر الحاجات اللي متاثره حاليا بالاي اي. خليني مثلا اديكم مثالين على تاثير الاي اي على الشغل بتاع الديفلوبمنت. عندك مثلا في شغلك العادي وانت شغال مثلا بتعمل ديفلوبمنت، بتعمل فيتشر معينه، شغال على ليفل الدومين، شغال على ليفل الاي بي ايز. الموضوع بيساعد في ايه بالظبط؟ الموضوع هنا بيساعد الموضوع هنا بيساعد في فكره المشاكل اللي كنت بتقابلها لما انت مثلا بتكون شغال وتلاقي مشكله او باج معين او اكسبشن معين، انت كنت بتبدا تعمل سيرش، تبدا تدور على المشكله دي. وطبعا من اشهر المواقع اللي كانت بتسبورت ده كان ستاك اوفر فلو، ومعظم الديفلوبرز طول الوقت عليه. حاليا اللي بيحصل ان مجرد الناس ما بتقابل مشكله او بتقابل حاجه فيها حاجه، على طول بيبدا يروح لاي اي تول زي مثلا شات جي بي تي او كلود، ويبدا يتكلم معاه. ده الكود بتاعي، ده الاكسبشن اللي انا بلاقيه في لوجز عنده اهو. ويبدا فعلا هنا كلود او شات جي بي تي يشوف الحل فين ويديك ريكومنديشن للحل. ومعظم الديفلوبرز حاليا بتستخدم الحاجه دي. الحاجه الثانيه اللي اي برضه بيأثر فيها هي حته الفايب كودينج. حاليا معظم الناس بقت تروح لتولز علشان تبني المشروع فروم سكراتش. الناس كلها دلوقتي ما بتفكرش في فكره كتابه الكود. يعني مثلا من الحاجات اللي بنستخدم فيها الفايب كود الكلود كود. كلود كود دلوقتي كتول، انت بتروح تديها انستراكشنز تقول لها انا عايز ابني ايه، ويبدا هو يبني. الحاجات او المشكله اللي الناس كلها بتقع فيها حاليا مع كلود كود او اي تول شبيهه ليها، ان هي ما بتعملش ريفيو على الكود. تخيل دلوقتي لو انت ما عندكش نولج او مش عارف الراجل ده بيبني ايه، انت بتاخد الكود اللي كتبه وتعتمد ان الحاجه خلاص شغاله فما عندكش مشاكل. حرفيا بسبب ده بتحصل كوارث، بتحصل مشاكل كبيره جدا. يعني انا فاكر مره من المرات اللي انا كنت بستخدم فيها كلود كود، ان انا كنت عايز
اعمل ايكولايزيشن للسيستم، وقلت له والله ان السيستم بتاعي هيسبورت عربي وانجليزي، وطبعا كلود كود عمل الكلام ده، وكان بياخد انسايد الكود بتاعي يحط الفاليوز از سترينج عربي وانجليزي انسايد الكود، ما راحش عمل لاير وحط فيها العربي والانجليزي از جيسون وبدا يستخدمها. طب ما هو اللي عمل ده هو مصيبه. لو انا مش بعمل ريفيو للكود بتاعي وعارف ايه اللي بيحصل، انا رايح كده لمشكله كبيره هتواجهني قدام. لازم حتى الناس اللي بتستخدم الفايت كودينج يعمل ريفيو على الكود بتاعه، يكون عارف بيستخدم الاي اي تولز دي ازاي، يديها كل الريكويرمنت اللي هي بتحتاجها، والاخر لازم في الاول في الاخر يعمل ريفيو على الاوت بوت اللي طلع. ما ينفعش تعتمد عليه بشكل نهائي لان الموضوع مش سكيور، وفي نفس الوقت هتلاقي مشاكل كبيره هو بيعملها. هو بمجرد بيديك الحاجه شغاله، هو كتير جدا من الاحيان بيقعد يكرر في كود، وده مش صح على مستوى الديفلوبمنت. فدي حاجه من الحاجات ان الاي اي بتاثر فيها جدا. وخليني اقول لك ان لغايه دلوقتي اللحظه اللي بنتكلم فيها الفايب كودينج او النتيجه بتاعتها او الحاجه اللي بتشتغل بيها، انت ممكن تطلع مجرد ام في بي، موديل شغال، بس ما تقدرش تقول ان الحاجه دي نهائيه واقدر اطلع بيها برودكشن. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن حته البيزنس، اتكلمنا عن اليو اي يو اكس، واتكلمنا عن حته الكودينج او الديفلوبمنت. طيب خلاص خلصنا ديفلوبمنت والابلكيشن يتعمل وشغال، هل احنا كده خلاص ريدي فور برودكشن؟ لا، احنا هنا بنخش على اللاير اللي بعدها والحاجه اللي بعدها اللي هي السوفت وير تيستنج. هنا بيظهر التيم بتاع التستنج، يبدا يتست الكود اللي طلع ده، ويبدا يتست الاوتبوت، ويبدا يطلع مشاكل ويطلع حاجه اسمها باجز، ويعمل ريبورت للباجز دي للديفلوبرز، ويجي للديفلوبرز الباجز ويبدا يتعاملوا عليها ويشوفوا المشاكل اللي فيها يحلوها، ترجع تاني للتيم بتاع التستنج يفيريفاي ان الحاجه دي تمام وما فيهاش مشاكل، وبناء عليها خلاص يقول ان الباج دي فيكسد او لا او ترجع تاني، وهكذا لحد ما التيم بتاع التستنج يقول ان خلاص كل حاجه ضن ما عنديش اي مشاكل، احنا ريدي فور برودكشن. وطبعا من انواع التستنج اللي موجوده المانوال تيستنج والاوتوميشن تيستنج. المانوال تيستنج ان هم بيقعدوا تيستوا الحاجه فعليا بنفسهم ويشوفوا ان اليو اي شغال زي ما هو عايز، يبدا يعمل انسبكت ويشوف الرد بتاع الباك اند، المشكله ممكن تكون في الباك اند او في الفرونت اند، وهكذا. الاوتوميشن تيست هو بيستخدم تولز عشان يعمل تيستنج للابلكيشن. طب الاي اي بيأثر في الموضوع ده؟ بيأثر فيه بشكل كبير جدا. حاليا الاوتوميشن تيستنج اللي كان بياخد وقت كبير مثلا مع الناس بتاعت الكيو سي، حاليا لا، بقى ممكن تستخدم الاي اي وتعمل حاجه زي بلاي رايت وتعمل تيستنج فعلا للابلكيشن از اوتوميشن تيستنج من غير اصلا ما انت تتدخل فيها ولا تستخدم اي تولز. والحاجه الثانيه، اي تيستر قبل ما بيبدا تيستنج بيروح يكتب حاجه اسمها تيست كيسز، يكتب كل الكيسز اللي ممكن تحصل، وبعد كده يبدا يجرب كل الكيسز دي على الابلكيشن. حاليا اي اي ممكن يكتب لك كل التست كيسز بشكل كامل، فحاجه زي كده هتريح وهتوفر كتير جدا مع الناس اللي شغالين في الحته بتاعه الكيو سي. لحد هنا احنا خلاص بنقول ان تمام الابلكيشن جاهز. بيجي هنا التيم بتاع الديف اوبس ويبدا يعمل ديبلويمنت ويرفع الابلكيشن ويكون فعلا ريدي للبرودكشن والناس بتقدر تستخدمه. لحد هنا لسه السوفت وير لايف سايكل ما خلصتش. هنا بيجي الدور بتاع التيم بتاع السبورت. السبورت هنا بيكون هو اللاير الاولانيه لاي مشكله بتحصل الناس بتروح لها. دلوقتي مثلا نفترض ان في سيستم طلع برودكشن، عميل معين بيستخدم سيستم لقى فيه مشكله، بيبدا يفتح تيكت والتيكت دي تروح للسبورت تيم، يشوف التيكت دي فعلا هل هي موجوده، يتواصل مع العميل. بعد ما يتواصل مع العميل يعرف المشكله فين بالظبط، سواء ممكن العميل ده مش عارف يستخدم السيستم بالشكل الصح فبيبدا يعرفه يستخدم السيستم بشكل عامل ازاي. ممكن يكون حصل مشكله في السيرفر في الوقت ده، فهو بيعرف ان في مشكله حصلت في السيرفر ويتاكد ان السيرفر مش داون وان مفيش مشاكل فيه، ويبدا يقول للعميل ان هو يجرب تاني. وممكن فعليا تكون مشكله عدت من التستنج، ساعتها بيبدا يرجع تاني للتيم بتاع الكيو سي يعمل ريبورت ان في بج او في مشكله، ويبدا تيم الكيو سي يتاكد ان المشكله دي موجوده ولا لا، ولو موجوده يرجع للتيم بتاع الديفلوبمنت يري فيكس البج اللي موجوده، لحد ما نطلع تاني البرودكشن ونقول ان ده دان وان الموضوع شغال. انا واحد من الناس شايف ان مجال السبورت من اهم المجالات اللي هيكون فيها فرص كتيره جدا مع الاي اي. الاي اي هيدي امكانيه لشركات كتيره جدا انها تعمل ابلكيشنز كتيره جدا، فمن اكتر الحاجات اللي هيكون لها شغل في المستقبل هي الشغل بتاع السبورت. طيب الاي اي بقى بيساعد الناس بتاع السبورت دول فعليا؟ هو بيساعدهم في حاجات كتيره جدا. ممكن مثلا الاي اي يعمل تصنيف للتيكتس اللي بتتفتح، يبدا مثلا يصنف ان التيكتس دي ريليتد باي بورتالز او ريليتد باي ويب سايت بالظبط. ممكن دلوقتي وشركات كتيره جدا بتعمل شات بوتس بتكون سبورتد بالاي اي،
واخده داتا واخده بيانات، عن طريقها تبدا تشوف المشكله دي ايه هي المشكله، وهل لو فيها فعلا حل، او اليوزر ممكن يعمل حاجه معينه بحيث ان هو يعدي المشكله دي، وتبدا هي تتواصل معاها. حاجه زي كده بيوفر وقت كبير جدا على تيم السبورت، ان هو يكون بس عنده الحاجات التقيله اللي فعليا محتاجه كوميونيكيشن دايركت مع العميل او مع التيم بتاع الكيو سي. وبرضه من الحاجات اللي ممكن الاي اي يساعد فيها مع حته السبورت، ان هو لما مثلا تيكت معينه تتفتح، ممكن يكون ليها علاقه بالسكيورتي، فهو اصلا ممكن الاي اي يطلع المشاكل اللي ليها علاقه بالسكيورتي، ليها علاقه بالبرفورمانس، ويعمل ريبورتنج للتيم بتاع السبورت ان عندكم مشاكل في السكيورتي على لاير معينه، او عندكم مشكله في البرفورمانس، ويبدا الناس تتعامل بناء على التصنيف او بناء على الحاجات اللي طلعها الاي اي. لحد هنا خلاص احنا اتكلمنا ان انا كان عندي سيستم ومر بمراحل لحد ما بقى برودكشن، بقى في مشاكل فيه وبيروح للناس بتاع السبورت، والناس بتاع السبورت بتتعامل ازاي. طيب حاليا هل الموضوع كده خلص خلاص، انا كده السيستم ضن وسلمته للعميل ومش محتاجين حاجه؟ الحقيقه لا. الحقيقه كل اللي فات ده وكل اللي اتكلمنا عنه ما هي الا مرحله من مراحل البناء بتاع الابلكيشن. طول ما في بيزنس، طول ما في تشينجز، طول ما في حاجات هتتغير في الابلكيشن. العميل خد الابلكيشن بتاعه ودلوقتي الحمد لله ما فيهوش مشاكل، وتيم السبورت الشغل عندهم شغل بسيط. العميل اكتشف ان في حاجه معينه لو عملها في السيستم ده، لا هيجيني يوزر اكتر وناس اكتر هتستخدمه. فبيبدا يقول ان انا عندي سي ار، عندي تشينج ريكويست معين. وهنا بيبدأ العميل يتواصل مع الشركة، وبيكون برضو أول ناس بيتواصل معاهم هو تيم البيزنس. يبدأوا يتكلموا مع بعض، ياخدوا منه الريكويرمنت ايه اللي تشينج اللي احنا محتاجين نعمله، يبدأوا يعدلوا في البي ار دي، يبلغوا اليو اي يو اكس تيم، اليو اي يو اكس تيم يعمل ابديت، العميل يفيريفاي ان ده اللي انا محتاجه فعليا. نخش تاني نعمل ديفلوبمنت، نريتست الكلام ده، نتأكد ان الامور تمام، نطلع برودكشن. بعد ما نطلع برودكشن نكمل سبورت، وهكذا. فاللايف سايكل بتفضل تتكرر طول الوقت. عايز اقول لكم طول ما الابلكيشن برودكشن، طول ما هيجي عليه سي ار، طول ما هتفضل ما انت ماشي. وعايز اقول لك ان في حته مهمه جدا ليك كفريلانسر. انت كفريلانسر لما تروح تتفق على مشروع معين، انت بتتفق على الانيشال كوست. انت بتقول للعميل انا هوصل لك الابلكيشن ان هو طالع برودكشن وليكن مثلا ب 1000 دولار. ال 1000 دولار دي هي الانيشال كوست، انت خدت المبلغ ده مقابل الابلكيشن. بعد كده هيجي سي ار، هيجي تشنجز من العميل، هتبدا تعدل وتحط كوست جديده مقابل التشنج ده. فانت كل ابلكيشن بتتعامل معاه كشخص جاي يشتغل فريلانسنج، انت مجرد بتحط البدايه، انما بعد كده الابلكيشن ده ممكن يكمل معاك لسنين قدام، عارف تكسب من خلاله، عارف تعمل تشنجز عليه وتجين فلوس تاني من ورا الابلكيشن ده. يعني تقريبا دي السوفت وير لايف سايكل كامله، ايه اللي بيحصل بالظبط من اول ما يجي لي عميل لحد ما الابلكيشن يطلع وهكذا. وده تقريبا اللي بيحصل في كل الشركات. بس الموضوع بيختلف من شركه للتانيه. ممكن مثلا تلاقي شركه شغاله بمايند سيت معينه، يقول لك مثلا هنشتغل بالمايند سيت بتاع الاجايل. احنا في حاجه مثلا فريم ورك اسمه سكرام، احنا هنشتغل سكرام. ايه الفرق بينه وبين اللي احنا شرحناه كله؟ تقريبا مفيش فرق. الفكره كلها ان هنحط شويه كونسبتس معينه كده نستخدمها معانا. هنيجي نقول والله ان التيم بتاع البيزنس بس الاسم بتاعه مش تيم البيزنس، الاسم بتاعه هيكون البرودكت اونر. هتيجي مثلا تقولي ان انا كناس شغالين الديفلوبمنت مش بيخلصوا شغل بعد كده التستنج يبداوا، لا، احنا بنشتغل حاجه اسمها سبرنت، تشتغل اسبوعين و... ونقف نعمل حاجه اسمها ريتروسبكتيف، نشوف المشاكل اللي عندنا ونشتغل اسبوعين تانيين. بنحدد تايم فريم معين نشتغل عليه. بنيجي نقول مثلا ان انا عندي بدل عندي اس ار اس وعندي بي ار دي، لا ما عنديش دوكيومنتس بالشكل ده، عندي حاجه اسمها يوزر ستوريز. فهو الموضوع في الاول وفي الاخر في كل الشركات ايا يكن السيستم او الكيفيه اللي هم شغالين بيها، هم بيطبقوا السوفت وير لايف سايكل اللي احنا اتكلمنا عنها دي. بغض النظر بقى عن المسميات او عن التايم فريم او عن اي حاجه، بس هو ده اللي بيحصل في الاول وفي الاخر انسايد الشركات. فكسامري كده لللايف سايكل كامله، زي ما قلت لكم الموضوع بيبدا من فكره، تروح للبيزنس، البيزنس يبدا يطلع دوكيمنت اس ار اس، يتباع بعد كده اليو اي يو اكس يطلع الانيشال ديزاين، يروح للعميل، العميل يراجعه يتاكد ان هو ده فعلا اللي انا محتاجه. كده نروح للديف تيم، الديف تيم بتاخد البي ار دي واليو اي يو اكس، اليو اي يو اكس اللي بيشتغل عليه الناس بتاعت الفرونت. وطبعا اللي بيشتغل باك اند لازم يكون معاه البي ار دي او البيزنس دوكيمنت علشان يعمل ديزاين كباك اند وكفاليديشن زي ما هو مطلوب بالظبط من العميل.
نخلص الخطوه بتاعت الديف والابلكيشن فعليا يكون اتعمل، بيكون عندنا الكيو سي. كيو سي ممكن يكونوا شغالين بمجرد ما الديف بدا يطلع حاجات شغاله، الكيو سي يتاكد ان كل حاجه تمام ومفيش باكس، نطلع برودكشن، نروح للسبورت لو في مشاكل. خلصنا او الابلكيشن شغال سبورت، بيجي سي ار من العميل، السي ار بيترتب عليه ان اللايف سايكل دي كلها بتتكرر من اول وتاني. باختصار دي كانت السوفت وير لايف سايكل الكامله. ودلوقتي الموضوع عندكم لو اي حد عنده اي سؤال في السوفت وير لايف سايكل او في حاجه تخص الموضوع ده. فحاليا محتاجين اسئله، لو حد عنده اي سؤال ممكن يعمل ريز هاند ونبدا نتكلم مع بعض. تمام طيب. انا هاخد بالاسماء بالترتيب الناس اللي عامله ريز هاند ورا بعضها. يعني اول حد عندي مها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك يا باشمهندس، هو لو في ستارت اب غالبا ما بيبقاش فيه، ممكن يعني ما بيبقاش فيه فرونت وباك وكده، وممكن شخص في الاي اي يبدأ يشتغل الشغل بتاع الباك والفرونت، فهو بيضطر يستخدم فايب كودنج وفي حاجات هو ما اشتغلش عليها. يعني فكرة ان انا استخدم فايب كودنج مثلا وانا شغاله اي اي، فانا ببقى فاهمه كل حاجه يعني الاي اي بيكتبها، فبقدر اراجع عليها. بس الحاجات التانية انا فاهمه كل حاجه واقدر اراجع، بس يعني مش هبقى زي، يعني ممكن لو حصل اخطاء لا انا مش قادره يعني امسك الاخطاء دي. فانا مش عارفه في الحاله دي المفروض ايه اللي هيحصل، يعني وانا التيم. عامه هو انا عامه مش عارف الستارت ابس حاليا بتروح الحاجه دي ولا لا، بس هي لو بتروح الحاجه دي بتعمل مصيبه. هو جايب شخص مش مؤهل ان هو يريفيو على الاي اي بيعمله، وبالتالي هو بيسلم كل حاجه للاي اي. ولغايه دلوقتي مش حد يضمن الاي اي، لان في حاجات كتيره جدا ومصايب بتحصل من وراه. من الحاجات مثلا اللي انا شفتها ان الاي اي ممكن يطلع كونفيجريشن وحاجات لها علاقه بالسكيورتي ان بابليك. ده بيسهل على الهاكرز ان هو يخش ويعمل هاكينج للسيرفيس، خاصه لو في حاجه لها علاقه بالبيمنت. فدي مصيبه. لازم في الاول وفي الاخر حتى لو ستارت اب يكون الستارت اب ده فيه سينيورز بتسبورت في المكان. اه طبعا يكون في جونيورز وبتشتغل وكل حاجه، بس يكون في سينيور عارف حتى لو هو شغال فايب كودينج وبالاي اي، عارف يريفيو ويشوف الاي اي مطلع الحاجه دي صح ولا لا. حتى لو الامور شغاله دلوقتي مع الستارت اب دي، هو حرفيا بيعمل مصيبه، والمصيبه دي في النهايه هتنفجر في وشه. فانا ما ينفعش ان هي ستارت اب فعايزه تعمل كوست ريدكشن وتقلل التكلفه ان هي تشتغل بالابروتش ده. ولو انت شغاله مع ستارت اب وهم شغالين بالكيفيه دي، في الاول وفي الاخر انت موظفه. يعني مش هتاخدي المشكله، هم اللي للاسف يعني هيواجهوا المشكله دي في النهايه. انت كل اللي عليكي ان انت تحاولي على قد ما تقدري تشوفي الحاجه الصح ايه وتعمليها، وما تستسلميش لفكره ان الاي اي بنى ده فانا اعتمد ده خلاص ما فيهوش اي مشاكل. عايز اقول لك ان اي اي تول لو بنت حاجه بالفايب كودنج وجبت اي تول تانية وقلت لها ايه رايك في الكلام ده، هتلاقي عنده تشينجز كتير ومطلع جابس وبيقول لك ان انت ممكن تعدل ده ممكن تعمل ده. والمشكله ان المصيبه بتفضل تكبر 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 لحد النهايه او البرودكشن. تمام. طب لو انا هاخد يعني هبني الحاجه من الاول مش هعدل، يعني ممكن يكون في حد كان شغال مثلا باك اند قبلي ومشي، فانا بعدل على حاجات هو عاملها، فالدنيا شويه سهله. لكن لو هاخد ديسيشن زي هختار داتابيز معينه، هعمل حاجه معينه، فانا هاخد الديسيشنز دي اسال الاي اي برضو ولا اخدها بناء على ايه؟ يعني وانا بشتغل والله في اتفضل. والله هقول لك على حاجه، الاي اي تولز كويسه جدا في الموضوع ده. يعني حاليا مثلا انت عندك سيستم جديد او بزنس جديد هتبنيه، فان انت مثلا تروحي لداتابيس معينه سواء سيكوال او نيو سيكوال، اللي انت تاخدي القرار ده المفروض بتاخديه بناء على البيزنس، بناء على الريكويرمنت، بناء على الكباسيتي. مثلا لو انت مثلا دلوقتي قلنا ان الابلكيشن ده معمول لمليون يوزر، فانت محتاجه الداتابيس تكون سريعه جدا. فانت عايزه تروحي لحاجه مثلا مش ستراكشرد داتابيس، عايزه تروحي لحاجه زي مونجو دي بي. لو انت ما تعرفيش المعلومه دي فانت ممكن مثلا تقولي انا هستخدم سيكوال. لو رحت اتكلمتي مع حاجه زي كلود او شات جي بي تي وبدات تشرحي الريكويرمنت اللي عندك وتقولي له والله ان السيستم ده هستخدمه مليون يوزر وانا محتاج الداتابيز تكون سريعه، ومحتاج ان الموضوع معظمه جمل سيلكت، الموضوع مش ما فيهوش انسرت وابديت كتير، والموضوع ما فيهوش تفاصيل بيزنس كتير، انا اهم حاجه عندي السرعه. هو من نفسه هيعمل لك ريكومند يقول لك لا استخدمي مونجو دي بي. انما ان انت تقولي له ابني الحاجه هو ما عندوش الكيفيه وما عندوش المعلومات الكافيه، لا هيبني غلط. خلاص تمام تمام. شكرا جدا لحضرتك. الله فاهم. طيب كرولوس اتفضل.
ازيك يا باشمهندس اشرف؟ الحمد لله تمام. انا كرولوس فادي، خريج حاسبات ومعلومات جامعه عين شمس. يعني طبعا قبل ما ابدا حابب اشكرك على المجهود بتاعك الصراحه، وعلى القناه بتاعتك بالذات، وخصيصا الموك انترفيوز. يعني وكنت عايز اخد راي حضرتك في حاجتين. اتفضل يا صديقي. ماشي. اول حاجه، انا اصلا جونيور باك اند دوت نت. كنت بذاكر الدوت نت من فتره، يعني فتره التخرج وفي خلال فتره الجيش وبعد ما خلصت جيش. بس حاليا جاي لي انترفيو او تاسك، يعني مبعوتها لي كباك اند انترن بس نوت جي اس. فايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ تاني حاجه، هو حته انا مستغربها في البيزنس الايام دي الصراحه، ان هو فكره ان الشركات بتميل لانها ما تشغلش جونيورز. دي حاجه غريبه بالنسبه لي بصراحه. يعني انا شايف ان هو طب وبعدين، ما فرضا ان انت بتميل ان انت تشغل سينيورز بس، ما هيجي وقت والسينيورز دول هيقلوا وهيقلوا والسايكل هتقف معاك. طب ما انت بعد ما السينيورز دول مثلا يتقاعدوا كلهم، انت هتجيب منين بقى ناس تشغل لك الدنيا بتاعتك او الحاجه بتاعتك؟ بس يعني ده كان اول سؤال، ده كان تاني سؤال. طيب خليني اجاوبك على الاسئله دي، بس الاسئله والاجابات دي اجابات من الحاجات اللي انا اعرفها، ومش شرط تمشي عليها. يعني انا هقول لك رايي الشخصي، وممكن ناس كتير جدا تختلف معايا في رايي ده. خلينا اكلمك الاول عن الجزء بتاع اللي انت شغال باك اند وجاي لك فرصه اللي انت تحل تاسك نوت جي اس او حاجه زي كده، وتخش انترن از نوت جي اس. انا عن نفسي لو مكانك هقبل حاجه زي كده واروح اذاكر نوت جي اس واحاول ادخل فيها. اللي انا شايفه الفتره الجايه للاي اي ان انت مش هتكون بس مكتفي بنولج لفريم ورك معين بس. انت الفتره الجايه من كتر الباور بتاع الاي اي انت محتاج تكون عارف اكتر من حاجه، واهم حاجه ان انت فعليا تشتغل بايدك. يعني انا ما عنديش مشكله ان انا اعمل اللي عليا، ولو ربنا كرمني واتقبلت في الحته بتاعت النوت جي اس اديني باخد اكسبيرينس وباخد نولج من الشركه، وممكن اكمل في التراك ده بقيه حياتي طالما خلاص بقى عندي في شغل. الحاجه التانيه ان انت ممكن جنبها تذاكر دوت نت عادي، او حتى لو ما ذاكرتش دوت نت انت فعليا بدأت في مجال معين ممكن تمشي فيه وتوصل فيه لأبعد نقطة. اهم حاجه تشوف السوق محتاج ايه. السوق حاليا مثلا محتاج نوت جي اس وجالك فرصه نوت جي اس، روح. ما تقولش انا دوت نت مش هشتغل غير دوت نت. دي اول حاجه. الحاجه التانيه اللي الشركات بيعملوا، فعليا الشركات حاليا كل تفكيرها تفكير بيزنس. انا عايز اجمع فلوس، مش عايز استثمر في الناس. الشركات حاليا مثلا مع الاي اي بيعملوا، انت محتاج سينيور. السينيور ده هيشوف الاركتكت او هيشوف الباترن الصح اللي الاي بي اي تتبني بيه، وبعد ما يحط الباترن الصح ده باستخدام الاي اي او من غير استخدام الاي اي، الاي اي في ثواني بيفهم الباترن ده وممكن يبني كل الاي بي ايز على نفس الابروش. يعني الاي اي بيعمل حاليا اللي الجينيورز كانوا بيعملوه. في معظم الشركات كان الشغل عامل ازاي؟ السينيورز بيحطوا الاساس وبيحطوا الحاجه شغاله بشكل صح، ويجي الجينيور يبدا يكرر الحاجه دي. طب ما هو التكرار بتاع الجينيورز فعليا ده بيعملوا الاي اي. فالشركات بقت تركز ان انا عايز سينيور هيعمل الحاجه دي والاي اي هيكرر، انا مش محتاج جينيور. وده فعليا على المدى البعيد هيعمل جاب كبير جدا حتى في السوق المصري بالذات، لان هو مش بيشغل جينيورز. وانا كنت بتكلم عن الموضوع ده، اتكلمت عليه كتير على لينكد ان، ان انت كجينيور مش لازم بقى دلوقتي تقول انا جينيور ومكتفي بالنولج بتاعت البيزكس وعارف شويه حاجات اشتغل بيها. لا، اقرا في حاجات ادفانسد. اقرا مثلا لو انت شغال دوت نت، اقرا في الدومين ديريفين ديزاين، اقرا في الديزاين باترنز، روح شوف المايكرو سيرفيس شغاله ازاي. اقرا في حاجات ممكن بعد كده تخليك عارف تتكلم مع الاي اي بشكل صح، وتاخد جزء من الريسبونسابيلتيز بتاعت السينيور. انت مش سينيور، بس لما يكون عندك نولج بالحاجات دي مع الباور بتاع الاي اي والسبورت بتاعه ممكن تعمل جزء من اللي هو بيعمله. ممكن فعليا شركه تعتمد عليك. وانا بالنسبه لي زي ما قلت لك شايف ان الشركات رايحه لحته غلط. انا لو في يوم من الايام ربنا ييسر امور بقى عندي شركه، لازم استثمر في جينيورز حتى لو مش هتدخل لي فلوس من وراهم، حتى لو مجرد ان الناس دي بتتعلم، علشان يكون عندي في السوق في بالانس. مش فعلا السينيورز بيسافروا او السينيورز بيتقاعدوا بعد فتره فعليا مش هلاقي حد يعمل الشغل اللي كان السينيورز دول بيعملوه. بس يا صديقي، فرب كده أكون جاوبتك على السؤال ده. تسلم يا باشمهندس، شكرا. تمام. طيب عبد الرحمن. مساء الخير يا باشمهندس، شكرا على السيشن الجميلة دي. معلش يا باشمهندس، أنا سؤالي، أنا شغال في الموبايل، في الموبايل ديفلوبمنت اي او اس اللي حضرتك عارفه، والحمد لله ربنا كرم ورايح شركة جديدة يعتبر أول شغلانة. الفكرة أنا هناك هبقى لوحدي شايل قصة الاي او اس والموبايل ابلكيشن، وحد جوه قال لي ان هو تعتمد بشكل كبير على الاي اي والفايب كودينج وكده. بس فانا في حاجات اكيد هبنيها انا ما عنديش النولج فيها كسينيور زي ما حضرتك قلت، وما عنديش بعد النظر اللي هو اللي عند السينيور.
فازاي مثلا اتجنب ان انا ابني الحاجه شغاله يو اي مثلا، او شغاله بس مثلا اما اليوزر او اطلعها برودكشن يحصل مشاكل او حاجه زي كده؟ هل ارجع اذاكر كورسات تاني في التكنولوجي، ولا ازاي ابالانس الموضوع ده بين ان انا استخدم الاي واطلع حاجات و... وتبقى صح؟ بص يا صديقي، انا هقول لك لو الكلام ده بالنسبه لي انا، يعني انا بالنسبه لي مثلا انا باك اند ديفلوبر، ودخلت شركه وانا جونيور مش عارف حاجات كتير، ولقيتهم مش قايلين كل حاجه وهيدوني ان انا لا، انت اللي هتاخد القرارات وانت اللي هتعمل كل حاجه في ظل الاي اي بيعمله. انا بالنسبه لي هاخد الريكويرمنت كامله، وابدا اشوف بناء على الريكويرمنت دي ايه التولز او ايه الحاجات اللي انا ممكن استخدمها. ولكن مثلا دلوقتي خدت الريكويرمنت ولقيت ان انا عندي لازم ابني بي ايز مثلا. فالاي بي ايز دي انا عندي كذا ابروتش ممكن ابني بيه. في حسب الاي اي الحاجات دي ممكن ابنيها بايه، هيبدا ريكومند لي ممكن تبني بواحد اتنين تلاته. طيب هبدا اساله ايه المميزات بتاع ده وايه عيوب ده وهكذا، يعمل لي مقارنه بينهم بعض. وعلى حسب السيستم بتاعي محتاجه او السبورت اللي هو محتاجه، عن طريق الداتا دي هقدر اطلع ايه الحاجات اللي انا ممكن ابني بيها واحسن حاجه ممكن استخدمها. حته بقى النولج، انت اصلا المفروض عندك النولج بتاعت الفريم ورك، عارف معظم الحاجات تستخدمها ازاي. الحته الوحيده اللي غايبه عنك القرار، انا استخدم ايه امتى. حاول بقى ان انت خلاص عندك الاورنس بتاعت السيستم والاورنس بتاعت البيزنس، تطلع من الاي اي ايه احسن حاجه استخدمها علشان ابني ده. طالما خدت منه الحاجه اللي انت هتستخدمها او القرار وخلاص عارف هتستخدم ايه، انت عندك النولج بتاع ان انت تمبلمنت ده ازاي، تبدا تمبلمنت الحاجه دي. الحاجه التانيه، حتى لو انت في شركه ما فيهاش ناس سينيورز، حاول تلاقي ناس سينيورز تساعدك. انا اول ما اشتغلت في شركات ما كانش معايا سينيورز، ما كانش عندي ناس عندها اكسبيرينس كفايه. كنت بشوف ناس على لينكد ان بشوفها بتتكلم في حته تك وعندها نولج في المجال بتاعي، كنت بتكلم معاها واسالها. كنت بفتكر الناس من ايام الكليه كانت اكبر مني وعندها اكسبيرينس عني، كنت ببعتهم اسالهم وكنت ببعت لهم حاجات تكنيكال، اقول له ان أنا حاليا ببني حاجه بابروتش معين وعندي خيارات استخدم اي باترن من دول، ايه اللي هيريحني، او انتوا في الشركه عندكم تستخدموا ايه حل او يمبلمنت حاجه زي كده. والمعظم الناس ما كانتش بتبخل بالمعلومه، كان بتقول لي انت عندك واحد اتنين تلاته ممكن تستخدمه. فانت حاول تدمج الاي اي مع الكوميونيكيشنز بتاعتك وتاخد القرارات بناء عليها. حته اللي انت بتبني ازاي وبتعمل ازاي، انت المفروض عندك اصلا الاورنس بتاعتها من مذاكره الفريم ورك كفريم ورك اساسا. تمام يا شكرا. صديقي. ربنا يسعدك. تمام يا صديقي. احمد نجيب. ازي حضرتك يا باشمهندس، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. هو انا في ثالثه حاسبات، قسم سي اس، وقدامي سنه واتخرج. فحضرتك تنصحني اعمل ايه بحيث يعني اكون مستعد في خلال السنه الجايه، بحيث يعني. طيب، حلو. أنصحك بإيه بحيث أنت قدامك سنة وعايز تتخرج بعد السنة، ربنا يكرمك وتشتغل بسرعة. انا مش عارف انت الكام سنه اللي فاتت عملت فيهم ايه، بس انا اتمنى ان انت الكام سنه اللي فاتت تكون ذاكرت فيهم البيزكس بشكل كويس جدا. عرفت وبيع وعرفت يعني ايه داتابيز، واشتغلت على حاجه مثلا زي سيكوال وعارف كل التفاصيل بتاعتها. تكون ذاكرت داتا ستراكشر، حليت مع نفسك بروبلم سولفنج. لو انت ما عملتش الحاجات دي ارجع اعملها، بس اعملها بسرعه جدا. اعملها من غير ان انت مثلا تحس ان انا عندي وقت، لا انت ما عندكش وقت، لازم تخلص الحاجات دي وتخلصها باسرع وقت. طيب خلصت الحاجات دي، لازم تكون محدد فريم ورك بجوب تايتل معين هتشتغلها، هو محدد انا ان انا. كنت مذاكر اول سنه كنت ذاكرت ويب، وبعد كده كان فرونت اند، وبعد كده رحت مذاكر موبايل. يعني خبطت شويه كده في الاول لغايه لما ثبت على النود جي اس، وقعدت فتره حوالي سنه ونص فيه. حلو. خلاص، طالما انت خبطت في كذا حاجه، دخلت موبايل ودخلت ويب واستقريت على النود جي اس، خلاص هي النود جي اس اللي هتركز عليها حاليا. هيكون كل تركيزك عليها ان انت تطلع كذا مشروع شغالين، وفي نفس الوقت تكون اتعلمت الباترنز اللي انت محتاجها. وفي نفس الوقت تبدا تعمل براندنج لنفسك على حاجه زي لينكد ان، تتكلم عن المشاريع اللي انت عملتها، ايه هي الفيتشرز اللي فيها. تبدا تستخدم الاي اي تولز بشكل صح، تبدا تشوف والله حاجات زي كلود، تشوف شات جي بي تي، ازاي تستخدم الحاجات دي، ازاي تعمل برومبت بشكل صح. آه، خليك دايما مرن واب تو ديت، شايف الحاجات اللي بتنزل وتستخدمها ازاي وتستخدمها لحد ما ربنا يكرمك وخلاص انت ثابت حاليا على النود جي اس، بتتخرج عندك مشاريع عارفها كويس في الاي اي، تبدا تقدم على اي حاجه ريليتد بالموضوع ده.
السوق حاليا صعب شويه، بس في فرص لسه، وفرص كتير للجونيورز مش قليله. تبدا تقدم كتير لحد ما ربنا يكرمك وتتقبل. والحاجه اللي انصحك بيها اللي انت تكمل طول الوقت، ما توقفش. مش مثلا بعد شهرين ما لقيتش فرص تقول الامور بايظه والدنيا صعبه انا مش هتعلم او مش مكمل في الكارير ده. لا، كمل، وكل ما هتسعى ربنا هيوفقك بجد والله. ربنا يخليك يا باشمهندس. طب حضرتك تنصحني اشفت برضو حاجه، يعني هي ستيل في الباك اند دوت نت، بحيث ان الدوت نت يعني لما جيت سرشت في فرص العمل بتاعتها وبالذات في دول الخليج وكده لقيت الفرص بتاعتها احسن شويه. بص انا عايز اقول لك على حاجه، ان الناس اللي شغاله دوت نت بتقول ان فرص الجافا احسن في الخليج من الدوت نت، واحسن في مصر من الدوت نت. والناس اللي شغاله جافا بتقول الدوت نت احسن. والناس اللي شغاله نوت جي اس بتقول الدوت نت احسن. والناس اللي شغاله جافا بتقول الدوت نت والبي اتش بي احسن. كل الناس شغاله في فريم ورك شايفه ان في مشاكل او شايفه ان مفيش فرص كتير ليه، بتروح تتكلم ان الفريم وركس التانيه احسن او فرصها اكبر. مش ده الصح، وكل الحاجات ليها فرص. يعني مثلا حاليا لو انت عندك الدوت نت في 1000 فرصة، فأنت هتلاقي بيقدم عليهم 4000 واحد. هتلاقي النوت جي اس لو فيه 400 فرصة هتلاقي مثلا 800 شخص بيقدم فيه. فكل ما كانت الحاجة فرصها كبيرة، كل ما هتلاقي أشخاص كتير جدا بتقدم عليها. كل ما هتلاقي الحاجة فرصها أقل، كل ما هتلاقي أشخاص أقل برضو بيقدموا فيها. فهو الموضوع نسبة وتناسب. ولو بتكلمني على مجال مثلا من المجالات الفاضية اللي ما فيهاش حاجة، فلا أنا هنصحك بنوت جي اس، ولا هنصحك بدوت نت، ولا هنصحك بجافا. انا هنصحك بحاجات مثلا زي الديف اوبس، زي الكلاود، زي البيزنس. دي الحاجات اللي فعليا الزحمه فيها قليله. حاجات زي بتاعت الاي ار بي، دي الحاجات اللي ما فيهاش زحمه كبيره. انما سواء باك اند او فرونت اند العدد كبير جدا كده كده. في اي تكنولوجي من دي مش هتفرق، دي من دي كله قريب من بعض. يعني ستيل لو دخلت مثلا الاي تي اي في التدريب الصيفي ده دوت نت وكملت، بما ان انا عندي البيزكس بتاعت الباك اند والداتا بيزز والحاجات كده، فمش هاخد وقت طويل قوي في الدوت نت. يعني هو بس يا دوب على قد اختلاف السنتكس، بس هي نفس الكونسيبت. يعني عارف يعني ايه ميدل وير، يعني ايه اوثنتيكيشن، يعني ايه اوثرايزيشن، ازاي اظبط الرولز، ازاي اهندل الكرات بتاعي، ازاي انتجريت مع اي سيرفيس تانية. هو الموضوع مش فارق، يعني سواء هتكمل نوت جي اس او هتكمل دوت نت، الموضوع ما فيهوش فرق كبير جدا. يعني الموضوع عادي. دوس في ده او دوس في ده. الفكره ان انت لما تدوس في حاجه منهم تطلع نولج كبيره، تطلع مشاريع كتير، تكون فعليا ذاكرت كل الحاجات اللي بالموضوع. يعني الدوت نت مثلا انا كنت منزل رود ماب ليها، وبتكلم في التوبكس اللي المفروض تكون عارفها. الموضوع كبير جدا في الدوت نت. هتلاقي حاجه اسمها رو ام، وهتلاقي انتيتي فريم ورك، هتلاقي ادو، وهتلاقي حاجات ادفانسد زي الدومين دريفن ديزاين، وهتلاقي حاجات لها علاقه بالباترنز، والامور كبيره جدا. فانت ايا يكن الفريم ورك اللي هتختاره مش هيفرق ده من ده. المهم ان انت تطلع مشاريع وتشتغل في شغل كتير، ده اهم حاجه. ويبقى عندي فيه نولج كويسة كأز جونيور. بالظبط. واهم من كل ده ان انت تكون كويس جدا في البيزكس. يعني مثلا انا اعرف كتير جدا يقول لك لا انا تمام جدا في الاو بي، اجي اتكلم معاه في الاو بي الاقيه ما يعرفش عن الاو بي. فالموضوع بيفرق. يعني انا عملت فيديوهات الموك انترفيو، وعملت موك انترفيوز مع ناس، واقول لها جهزي نفسك كويس وخليكي مذاكره كويس، يقول لك لا انا تمام، وانا الداتابيز كويس جدا، والاو بي عارف كل حاجه وتمام. ابدا اتكلم معاه في ادفانس توبيك في الداتابيز زي التريجر والفيو، ونروح للستورد بروسيجرز والفانكشنز والحاجات دي، يقول لك لا انا ما انا اعرف السلكت والابديت والديليت، هعمل ايه بالحاجات دي؟ انا محتاج فعليا نولج قويه في الحاجات الادفانسد في الاس كيو ال. فانت اهم حاجه عندك البيزكس، وبعد كده ابني عليها اي فريم ورك انت عايزه. خلاص تمام، جميل، شكرا جدا يا باشمهندس. تحت امرك يا صديقي، اتفضل يا طارق. ازيك يا هندسة، ايه الأخبار؟ تمام الحمد لله. أنا حاليا يعني إيه جونيور دوت نت، وبدور يعني على فرص لينكدين يعني وكده. فكان عندي سؤال، هل ال AI ممكن يأثر على مستواي كفايب كودينج وكده أو يعني ممكن طريقة استخدامه غلط تأثر على مستواي؟ جدا، يعني حرفيا. اللي بيستخدم الاي اي وهو بيتعلم وعلى طول، اللي بيحصل ان هو بيأثر دايركت على السكيلز بتاعت الكودينج بتاعته. يعني انا مثلا من كذا سنه لما كان بيقابلني مشكله، كنت ببدا اعمل سيرش عليها واتعب على محل المشكله دي، واعرف الاكسبشن ده ظهر منين. وبناء على اللي انا خلاص عرفت الحاجه دي، بمجرد ما بيقابلني الحاجه دي خلاص بقى عارف ايه اللي حصل، واروح لها دايركت. حاليا والناس لسه بتتعلم، لما بيقابلوا مشكله ويبدا يروح يدي للاي اي
التفاصيل بتاعه الكود والتفاصيل بتاعه الاكسبشن، الاي اي بيقول له غير كذا، بيروح يغير يلاقي الدنيا اشتغلت، يقول لك خلاص. هو ما عرفش المشكله ايه اصلا، وايه الحل اللي الاي اي حله، ولو اتكرر بعد كده يعمل ايه. فانت لو حتى بتستخدم الاي تولز، خليك دايما بتدور على الروت كوز بتاع المشكله، وازاي تحلها ازاي بالظبط. وتعود ان انت اكتب بايدك وانت بتتعلم، وانت لسه بتتعلم. بلاش فكره ان انا بعتمد على فايب كودينج، والفايب كودينج هو اللي بيعمل لي كل حاجه. اكتب بايدك هيفرق معاك قدام. يعني معنى كده مثلا لما اجي استخدم اي اي اتناقش معاه، مثلا اقول له انت عملت لي الحل ده، او لو في حل احسن، يعني اتناقش معاه لغايه لما اوصل لسبب المشكله، ولا يعني هو برضه ما اللي فهمتش مطلوب الحته دي؟ حاليا ان انت اللي بتحرك الاي اي. يعني انا هقول لك على حاجه، انا حاليا لو رايح مثلا ابني حاجه بالاي اي، انا هبنيها ازاي؟ انا الاول هدرس البيزنس بتاع الحاجه كويس، هدرس الريكويرمنت اللي انا محتاجها، الكباستي بتاعت المشروع ده، اللود هيكون عامل ازاي على الاي بي ايز. هدرس كل حاجه، وبناء عليها هاخد قرارات تكنيكال. انا هستخدم تولز ايه بالظبط. مثلا انا هبنيه بالدوت نت، خلاص هروح انتجريت مع سيكوال داتابيز ولا بوست جريس. هشوف الاول ده وده، وهبدا اسال اي اي بناء على الريكويرمنت اللي عندي، احدد ايه بالظبط اشتغل بيه. طب الاو ار ام اللي هشتغل بيه، هروح اشتغل بانتيتي فريم ورك ولا ادو؟ طب انا محتاج مين فيهم دلوقتي؟ مثلا هحدد انتيتي فريم ورك بناء على الريكويرمنت عندي. يعني انا بالنسبه لي ممكن اخد القرار بعيد عن الاي اي. في حاجات معينه مش عارف اخد فيها القرار، يا اما بسال سينيور عنده اكسبيرينس اكتر مني، يا اما بروح اسال اي اي. حددت كل حاجه، بروح مثلا استخدم فايب كودينج، بقول له والله ابني لي باستخدام انتيتي فريم ورك كور، ابني السيستم بدوت نت. بقول له الفيرجن بتاع الدوت نت اللي انا عايزه استخدمها. يعني حاليا مثلا في 10 و8. انا بالنسبه لي ممكن استخدم حاليا 8 مش 10. مثلا دلوقتي هبني فرونت اند. طب الفرونت اند ده رياكت ولا انجلر؟ مثلا عارف انجلر، هستخدم انجلر. في حاجات معينه بكون انا خدت الريكويرمنت وعارف استخدم ايه بالظبط، فبقول له مثلا ان انت حاليا على ليفل اي بي ايز، روح استخدم الديبندنسي انجكشن. هو كده كده هيروح يستخدمه. في حاجات مثلا هو ممكن يسالني فيها، استخدم اني باترن، استخدم سي كيو ار اس، ولا ابني الاي بي ايز بالشكل ده من غير باترن بريبوزاتوري مثلا. انا على حسب الريكويرمنت اللي انا عارفها، انا عارف ان انا هنا مش محتاج سي كيو ار اس، انا هنا كل اللي انا محتاجه ريبوزاتوري. فانا من البدايه بقول له ابني ده باستخدام ريبوزاتوري. فانا من البدايه بدرس وبشوف انا محتاج ايه، بحدد كل اللي انا عايزه، وبعد كده اروح اقول للاي اي اعمله. ما بسيبش الاي اي ياخد القرارات يعني من نفسه. هو مثلا ممكن ياخد قرارات انا مش عايزها. طب انا سبته يبني مثلا في فيز 1 مع نفسه، واروح راجع كل اللي هو عمله، وهل ده انا محتاجه ولا لا. انا عايز اقول لك ان انت ممكن تستخدم فايب كودنج تلاقي نفسك طلعت حاجات ما انتش فاهم ايه اللي طلع. يعني هو ليه راح يستخدم الابروتش ده؟ طب هو ليه راح بنى بالدومين دريفن ديزاين، دومين دريفن ديزاين، واستخدم الرابط ام كيو؟ هو ليه عمل الكلام ده؟ فانت قبل ما تستخدم فايب كودنج، حط استراتيجي وابني الحاجه بناء على اللي انت حددته. وعلى فكره معظم الناس التقيله واللي عندها نولج في المجال بتستخدم الاي اي بتعمل كده. تروح تستخدم الاي اي ان هي تحلل معاه وتشوف هي محتاجه ايه، وبعد ما تحط خلاص كل الحاجات اللي هي عايز تستخدمها، بتروح تستخدم فايب كودنج. تمام، شكرا يا هندسة. كان عندي سؤال تاني معلش. هل اتفضل. لو ذاكرت مايكرو سيرفيسز او جي ار بي سي دلوقتي، هل ده هيفيدني دلوقتي، ولا يعني اركنه دلوقتي واركز على بناء مشاريع او بيزكس اكتر؟ هقول لك على حاجه، انا كنت عامل رود ماب للدوت نت، وكنت بتكلم فيها عن حاجه مثلا زي الدومين دريفن ديزاين. انت حاليا انجينير، هل انت المفروض تكون عارف دومين دريفن ديزاين؟ انت المفروض تكون عارفها مجرد معرفه. عارف ان في حاجه اسمها دومين دريفن ديزاين، عارف مثلا ان انا الدومين دريفن ديزاين دي في حاجه اسمها اجريجيت رود، عارف ان الدومين دريفن ديزاين مثلا في حاجه اسمها فاليو اوبجكت. فاهم الكونسبت بتاع الدومين دريفن ديزاين، بس مش بيرفكت. عارف عنها. لما تتكلم معاك حد في انترفيو يلاقي عندك بيزك نوليدج عنها. لما تدخل شركه وتلاقيهم شغالين دومين دريفن ديزاين ما تتخضش. بس كمشاريع لازم تبني مشاريع كتير وتغوص فيها، وتعمل حاجات كويسه، لان المشاريع دي هي الاكسبيرينس بتاعتك عليها. تمام، فهمت حضرتك، شكرا جدا يا هندسة. العفو. اتفضل يا ايات. أيوة، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك. أنا
يعني كيو اكس ديزاينر، المفروض ان انا عايزه ادرس يو اي يو اكس، بس السوفت وير عموما انا بصمم حاجه فيها ديجيتال برودكت، فانا بالتالي الديفلوبرز هم اللي بياخدوا الشغل اللي انا بعمله. فايه اكتر حاجه سواء بيسكس او ادفانسد المفروض اركز عليها كيو اكس ديزاينر؟ هو حاجة زي كده بالظبط، علشان حد يساعدك فيها أو يجاوبك عليها لازم يكون حد اكسبرت في اليو اكس. أنا سينيور دوت نت، فإن أنا أجاوبك على سؤال زي ده مش هتكون إجابتي ليها قيمة قصاد حد فعلا اكسبرت في الحتة دي. فأنا بيتهيألي السؤال ده أنت كنت محتاجة تسأليه في السيشن بتاعتي امبارح، لأن أنا دلوقتي لو جاوبتك الإجابة بتاعتي ملهاش قيمة، لأن أنا في الأول وفي الآخر عارف حاجات بسيطة عن اليو اكس في نطاق شغلي. انا فاهمه حضرتك، بس اقصد يعني كحضرتك لما تيجي تستلم الشغل بتاع اليو اكس يو اي، المفروض ان في حاجات في تصميم بيفرق معاك عن تصميم تاني، ولا عادي؟ آه، وانا بالنسبه لي اهم حاجه باخدها من الشخص بتاع اليو اي يو اكس ان هو يكون بيميت البيزنس. انا بالنسبه لي مثلا شغال باك اند، فانا اهم ستيب عندي ان فعلا ان اليو اكس اللي طلع او اليو اي اللي طلع بيميت البيزنس وبيحقق البيزنس بشكل كامل. دي اول حاجه. الحاجه التانيه ان انت تكون فاهم البيزنس كامل. بمعنى ايه؟ دلوقتي مثلا لو انا شغال على مشاريع مايكرو سيرفيس وفي سيرفيس معينه اشتغلتها وخلصتها، لما تيجي انت كيو اي يو اكس تبني حاجه جديده استخدم نفس الكومبوننتس اللي انت استخدمتها قبل كده، عشان انا اصلا انا اللي باني الكومبوننت كفرونت اند مثلا وعارف استخدم الكومبوننت دي ازاي. ما تروحش تعمل كومبوننت جديد وتعمل ابروتش جديد تتعبني معاك ان انا ابني كومبوننتس جديده وابني حاجات جديده. حاول تشوف الحاجات اللي اتبنت قبل كده واعملها، ده هيريحنا كديفلوبر. يعني دي احسن حاجه ممكن اخدها من حد شغال يو اي يو اكس. تمام، مش متشكره جدا لحضرتك. العفو. أه ساري تقريبا. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كان ليا الشرف ان انا اعمل كونكشن مع حضرتك على لينكد ان، ومتابعك على اليوتيوب وكده، وكنت شايف لك حلقات قبل كده. فرصه سعيده يا صديقي. كنت حابب اسالك، كان ليا واحد صاحبي بيقول لي ان بعد كده لما تيجي تعمل مشاريع بعد كده في اللينك في الدوت نت، هتلاقي هتلاقيه بقى عادي، يعني الموضوع بيبقى زي تمبلت كده. لا مش فاهمك، فهمني اكتر. يعني مثلا حته زي اللوجن ديت بتاخد مثلا بيست كيس، وبعد كده تبتدي تطبقها على طول على طول على طول من غير ما يعني تاخدها كوبي بيست كده. حلو. فهل ده حقيقي؟ يعني في ناس برضو وهو بيقول لي في ناس بتمل من الدوت نت والكلام من ده. بص انا عايز اقول لك ان شغل البروجرامينج في العالم كله ما هو الا كده. يعني مثلا دلوقتي شركه سوفت وير هاوس بنت لوجن سيستم معين، فبنت اللوجن سيستم ده فيه باك اند بي ايز، وجات عملت الحاجه دي. جات بعد كده كلاينت تاني عايز يبني لوجن سيستم هو نفس اللوجن سيستم اللي كان موجود عندها، بس في اختلاف. في مثلا بيدخل الناشوناليتي وهو بيلوجن، او بيدخل الناشوناليتي وهو بيعمل ريجستريشن، وقديم ما كانش فيه. بتروح تعدل على الشغل ده وخلاص. ده اللي معظم الشركات في العالم ومعظم الديفلوبرز بيعملوه. شغلنا بيتكرر. معظم الشركات بتعمل تمبلت. لما تيجي تبدا اي مشروع، التمبلت ده بيكون فيه الاركتكشر بتاعها، بيكون فيه معظم الباترن اللي بيستخدموها. لو في سيت اب لحاجه زي انتيتي فريم ورك بيكون معمول، لو في لوجن وريجستريشن سيستم بيكون موجود فيه. كل الحاجات دي بتكون موجوده وتبدا بيه المشروع. في مثلا لوكاليزيشن بيكون برضو موجود. طب انتوا كشركه بتبداوا ايه؟ تشوفوا البيزنس ايه اللي تشينجز اللي المفروض تتعمل على الحاجات دي وتعملها. الحاجات دي مثلا لو في العادي هتتبني في اسبوعين، انتوا كسيستم او كشركه بتبنوها في 3 4 ايام. مجرد بتعدلوا عليها وتعدلوا الشكل بتاع الديزاين بحيث يميت اليو اي يو اكس جديد وشكرا. كل الشركات بتعمل كده وكل الناس اللي شغاله في الديفلوبمنت بيعملوا كده. تمام ماشي. انا حابب اقول برضك حاجه، الدوت نت افخم فريم ورك امانه الله. هي وجهات نظر، يعني انا شغال دوت نت بس هي وجهات نظر، بس عادي يعني. بس هو لذيذ، هو لذيذ امانه الله. اه يعني هو هو لذيذ فيه. كويس. هو كويس بس الفترة اللي جاية دي مش فترة تكنولوجيز بس. يعني انت ما تركزش في حياتك على التكنولوجيز، ركز في حياتك ان انت تعرف تتعلم اي حاجة. الدوت نت حلو وكل حاجة، بس لو كمان 3 4 سنين قال لك ان الدوت نت ديبريكيتد ومحدش هيستخدم دوت نت تاني، تسيب الدوت نت وتروح تتعلم الحاجة الجديدة. فانت خليك عندك حتة الفلكسبيليتي اللي انا اتعلم اي حاجة. في ناس دلوقتي بتقول لي حاليا النوت جي اس يعني بيبقى الهوست بتاعه اقل وكلام من ده في التكلفه،
ف... فالناس بتروح لنوت جي اس والكلام من ده، بس انا لسه على هي زي رأي ما نوت قلت جي اس. لك هي زي ما قلت لك هي وجهات نظر. وفي حد بيكون اسمه سوفت وير اركتكشر في الشركه هو اللي بيقرر. ممكن يكون الابلكيشن بسيط، مش محتاج كل اللايرز وكل الحاجات بتاعه الدوت نت دي. يقرر ان احنا هنبني الحاجه دي بنوت جي اس وبسرعه ونخلصها. الموضوع بيختلف من مشروع للتاني ومن ريكويرمنت للتاني. فمفيش حد يقدر يقول ان فريم ورك ده احسن فريم ورك في العالم وهو اللي موجود. لا، في مشاريع ممكن تكون صغيره بالنسبه لي، انا عمري ما اروح ابنيها بالدوت نت ويبقى عندي كم اللايبريز دي موجوده واعمل ديبلويمنت لكل ده. لو المشروع بسيط مش هعرف ابنيه بدوت نت. فعلى حسب الريكويرمنت الفريم ورك اللي انت بتختاره بيختلف معاك. تمام، فلو عندك اي سؤال تاني ولا اي حاجه انا معاك يا صديقي. تمام، متشكرين لحضرتك. انا كده كده يعني هصطدق على لينكد ان. ماشي. طيب مين اللي عليه الدور تاني؟ خلود اتفضلي. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ تمام الحمد لله. كنت عاوزة أسأل حضرتك، أنا جونيور باك اند دوت نت، وكنت في انترفيو من قريب، واتسألت في حاجات كتير جدا، من أول الفاليو والريفرنس تايب لحد المايكرو سيرفيس والساجا باترن، وفي الآخر ما اتقبلتش. بس سألت عن الفيدباك يعني عشان أفهم السبب، والباشمهندس قال لي إن أنا كنت كويسة جدا. بس ال AI دلوقتي يقدر يعمل شغلي اللي أنا بعمله، وإن هم شغالين ب2 AI agents ب5000 جنيه في الشهر، فليه يعينوني دلوقتي؟ وهو قال لي بس إن دي مجرد نصيحة، علشان أبقى إني محتاجة يعني أبقى software developer، مش مجرد باك إند، ومحتاجة أفهم strategies أكتر. فأنا بصراحة مش فاهمة. وقال لي أرجع أقرأ الكتب بتاعة الجامعة في ال software engineering، عشان ابقى سوفت وير انجينير وافهم الاستراتيجيز. بس انا بصراحه مش فاهمه المفروض اذاكر ايه برضو، فكنت عاوزه اسال حضرتك في الموضوع ده. هو الفكرة فعلا زي ما هو قال، حاليا معظم الشركات مش محتاجة حد شغال باك اند ديفلوبر. مش محتاج حد مثلا بيعمل اللي الاي بيعمله. يعني انا قلت لكم من شوية ان عندكم السينيور بيحط الباترنز وبيحط الاركتكتشرز وبيحط الحاجات اللي بنمشي عليها. يجي الجونيور بيعيد نفس اللي بيحصل. هم حاليا مش محتاجين سوفت وير ديفلوبر بيعمل نفس الحاجة. هو محتاج حد عارف ياخد القرار، يقول للاي اي او سواء يستخدم الفايب كودينج او هو بيحط الديسيجن من نفسه، يقول انا هستخدم ايه بناء على ايه. يعني مثلا في الكتب بتاعت الكليه لما كنت بتدرسوا سوفت وير انجينيرنج كنت بتلاقوا في حاجه اسمها ديزاين باترنز. بتلاقوا الكريشنال والبيهيفيرال والحاجات بتاعت الديزاين باترن. طب انتوا لو فاهمين الكلام ده بشكل كويس هتلاقي نفسك بتوظف ده في الشغل بتاعك. تستخدم باترنز معينه بناء عليها بتبني الابلكيشن بتاعك. انت محتاج تكون فاهم ده اكتر بس من مجرد فهمك لفريم ورك او لغه معينه. علشان كده انا لما كنت حاطط رود ماب تخص الدوت نت انا اتكلمت فيها عن حاجات كتيره جدا لازم تكون عارفها حتى وانت جينيور. اتكلمت عن حاجات لازم تكون عارفها ان ديب زي البيزكس بتاعت اللغه والفريم ورك، وحاجات يكون عندك نولج عنها زي الدومين دريفن ديزاين زي الباترن زي سي كيو ار اس وغيره. تكون قاري عن المايكرو سيرفيس، عارف يعني ايه رابط ام كيو او مسج بروكر كمعرفه حتى. اتكلمت عن الكلام دي عن الحاجات دي كلها علشان انت المفروض تكون عارفها علشان تعرف تاخد قرارات. انت محتاج فعلا تركز على حته السوفت وير انجينيرنج اكتر من كونك سوفت وير ديفلوبر. محتاج تاخد قرار اكتر من ان انت تعمل امبلمنت. هو ده اللي الباشمهندس يقصده. هو انا كنت مذاكره يا باشمهندس يعني مثلا استراتيجي باترن، فاكتوري باترن، بس انا ما وصلتش للساجا باترن. انا عملت بروجكت قبل كده مايكرو سيرفيس وهو شايفه برضو، بس انا يعني ما كنتش وصلت للليفل يعني العالي قوي ده برضو. ممكن اقرا بعد هي كده عن هي الفكره كلها في النقطه دي. هو ما كانش عايزك تذاكري الساجا باترن. هو بالنسبه له انت قلت له مثلا انا شغاله مايكرو سيرفيس او فاهمه مايكرو سيرفيس. لما يجي يقول لك ان من مشاكل المايكرو سيرفيس مثلا ان ممكن سيرفيس يحصل لها اب تو ديت والسيرفيس الثانيه ما يحصلهاش اب تو ديت، وهي مثلا بتلسن يحصل فيل، ايه الحل في ده؟ هو كان عايز يسمع منك ان انا هستخدم الساجا باترن بحيث يا اما اعمل ابديت لكل سيرفيس مع بعض، يا اما اعمل لا يعني يا اما كل سيرفيس تعمل ابديت للداتابيس بتاعتها، يا اما لا. هو عايز يسمع منك الساجا باترن ممكن استخدمه في ايه. هو ده اللي هو كان محتاجه منك. وانا عارف ان توبيك زي ده ادفانسد جدا على الجونيور وهو في مستوى السينيور مش الجونيورز، بس للاسف هو ده اتجاه الشركات الفتره اللي جايه.
طيب معلش يا باشمهندس، آخر سؤال. أنا كنت اتدربت بعد التخرج في شركة لمدة 7 شهور، بس بعدها ما لقيتش شغل لحد دلوقتي. فأنا مش عارفة بصراحة ايه الخطوة اللي المفروض أعملها الفترة الجاية. أطور من نفسي في حتة الأدفانسد توبكس في البيت وأشتغل مع نفسي، ولا أدخل مثلا ITI 9 شهور؟ وفي ناس بتقول كمان بعد ما بيتخرجوا من ITI دلوقتي برضو مش بيلاقوا فرص. فأنا بصراحة مش عارفة المفروض الخطوة الجاية أروح فين. طيب هو انت عامة مطلوب منك تعملي كل ده. انا في فيديو لطيف كنت رافعه على اليوتيوب من كام يوم او من اسبوع تقريبا، كنت بتكلم فيه عن سوق العمل والحياة بعد التخرج. من الحاجات اللي انا كنت بتكلم فيها الكيس اللي انت فيها حاليا. حاليا انت عندك نوليدج كويسة ومش لاقي فرصة، مش عارف تعملي ايه. طب تخشي الITI ولا تدوري على شغل؟ الحل او المفروض تعمليه بالنسبة لي 3 حاجات. اول حاجة تكملي سعي وتعملي ابديت للCV بتاعك، تاكدي ان كل حاجة تمام، وتكملي تقديم على شغل دايما. الحاجة التانية تشوفي حاجة زي الITI أو أي منحة، والهدف منها إن أنت مش داخلة تاخدي نوليدج. ممكن أنت داخلة الITI وأنت عندك نوليدج أحسن من الناس اللي هتتخرج منها، بس أنت داخلة الITI عشان تعملي كوميونيكيشنز، تعملي علاقات مع الناس جوه الITI، مع الانستراكتورز. ممكن أي حد منهم بعد كده يعمل لك ريكومنديشن في شركة. ممكن أي حد من الطلبة اللي معاكي في المنحة تكون أنت بتساعديه في المذاكرة، أو ليكوا علاقة ببعض أصدقاء مثلا، وبتشتغلوا مع بعض في مشاريع وعارف إن أنت كويسة، بعد كده يعمل لك ريكومنديشن في شركه. فانت داخله تعملي علاقات اكتر من ان انت تتعلمي، وفي نفس الوقت تشوفي الفرص في السوق عامله ازاي. حاليا مثلا انت دوت نت ديفلوبر، ربنا كرمك وجالك فرصه انترفيو لحاجه زي Node.js، زي يعني الشخص اللي كان بيتكلم من شويه، جالك فرصه كحد يشتغل Node.js. ما تقوليش لا انا دوت نت ومش هتعلم غير دوت نت، لا، روحي وجربي وشوفي فرصه الNode.js دي. ممكن مثلا تدوري على علاقات حواليكي، ناس كانوا زمايلك معاكي في الكليه واشتغلوا، تساليهم والله لو في فرصه يعمل لك ريكومنديشن. حاجه من الحاجات مثلا، يعني انا حاليا مثلا مسافر وليه علاقات في مصر مع شركات كنت شغال فيها. لو والدي كلمني وقال لي ان في حد يعرفه وبيدور على شغل وحاولت تساعده، ده بيكون ليه اولويه عندي. ممكن تلاقي حد من اهلك، والدك، اخوكي، اي حد بيقول لك ان هو يعرف حد ممكن يعمل لك ريكومنديشن. حد الCV بتاعك، اديله الCV بتاعك، ممكن فعليا يدخلك انترفيو. فاسعي في كل الاتجاهات، ما توقفيش سعي. انت مش مطالبه بحاجه واحده بس، انت مطالبه بكل حاجه. ومع ده لازم طول الوقت تقدمي على شغل، طول الوقت تقري في النولج وفي السكيلز اللي موجوده حاليا وتتعلميها، وتطوري نفسك طول الوقت لحد ما ربنا يكرمك ويوفقك بشغل ان شاء الله. تمام يا باشمهندس، شكرا جدا لحضرتك. العفو. اتفضل يا هشام. هشام مصطفى. السلام عليكم، ازيك يا باشمهندس، عامل ايه؟ وانا مش سامع حاجه. يعني في الأول يعني حابب أشكرك والله بجد على السيشن دي. وعليكم السلام، تمام بجد الحمد لله. استفدت منها وربنا يكرمك يا رب. كده الصوت مش واضح؟ تسلم يا صديقي. لا لا، تمام تمام. تقريبا عشان النت عندي ضعيف شوية. ماشي حضرتك، كنت أنا في سنة تانية كلية تجارة، بس متعلم فرونت إند حاليا، وكنت خدت كورس يعني تبع روت، رياكت ونكست. فحاليا يعني كنت أنا خلصت وكنت عملت بروجكت، يعني اللي هو فاينل بروجكت كان إي كوميرس. بس مش حاليا مش عارف ايه المفروض الخطوه الجايه اللي اعملها، او ايه الحاجات اللي اكمل فيها بحيث ان انا اطور نفسي اكتر وكده يعني. طيب خليني أجاوبك، وجايز في ناس كتير ممكن تعلق على الإجابة بتاعتي دي، بس أنا هقولها لأن أنا شايف إن دي أمانة اللي أنا أقولها لك. حاليا في الفترة اللي إحنا فيها، وبعيدا عن الناس اللي بتبيع كورسات وبتبيع دورات وبتوع الأكاديميات، أنا ما أنصحش أي حد من خارج المجال ده إن هو يروح يتعلم ديفلوبمنت، حتى لو هو مثلا في أي كلية تانية. ما أنصحوش خالص. ليه؟ لأن المجال ده حاليا الفترة دي مع الAI وغيره الفرص صعبة على الناس اللي جوه المجال. من سنة أو اتنين كان أي حد بيتكلم معايا كنت بقول له اتعلم بروجرامينج وخش في المجال. حاليا صعب أنصح حد النصيحة دي. طيب أنت دلوقتي عشان مثلا خلاص خدت القرار وقلت أنا هدخل المجال ده، حقك ولازم تخش وتشتغل على نفسك وتطور نفسك. ومش معناه اللي أنا بقول لك كده إن أنت مالكش فرص، لا، ليك فرص وممكن ربنا يكرمك ويوفقك. طيب أنت حاليا عندك مشكلة، إيه هي المشكلة؟ إن أنت الباك جراوند بتاعتك تجارة، او حاجه مالهاش علاقه بالCS. حل حاجه زي كده حاجتين. اول حاجه ان انت هتسعى جدا في حته شغل الفريلانسنج. شغل الفريلانسنج ما بيميز بين
حد خريج كليه تجاره، وحد خريج سي اس، حد خريج اداب، وحد متخرج من سوفت وير انجينيرنج. الموضوع واحد، اللي بيفرق الحاجه اللي انت بتقدمها والسعر بتاعها، ونفس الوقت الكواليتي بتاعتها. اشتغل على نفسك واعمل مشاريع وشوف الحاجات اللي لها علاقه بالفريلانسنج. اب وورك، فريلانسر دوت كوم، مستقل، خمسات، الحاجات العربي. دوس في الحاجات دي كلها، ربنا كرمك بالمشاريع وبدات تعمل مشروع واثنين وثلاثه. المشاريع اللي انت بتعملها دي هتفتح لك شغل والمجال لشغل شركات بعد كده، بس دي ممكن تكون نقطه دخول ليك في المجال ده. الحاجه التانيه، لازم تشتغل على نفسك في حته السيرتيفيكت. انت حاليا مش خريج سي اس، فلازم تشتغل على حته السيرتيفيكت دي، سواء بقى تاخد حاجه ليها علاقه بالاجايل، سيرتيفيكيشنز ليها علاقه بالدوت نت، سيرتيفيكيشن ليها علاقه بالجافا. المهم ان انت لازم تكون سيرتيفايد، بحيث ان انت بتعوض الجاب اللي عندك في حته التعليم. الاي تي اي 9 شهور بالتحديد هتفرق معاك كتير. قدم فيها برضه اول ما تتخرج، ولازم تكمل سعي من دلوقتي. انت الحمد لله لسه في تانية كلية، فدي نقطة كويسة. وممكن من دلوقتي طالما انت بدأت تتعلم يفتح لك المجال قدام، الشغل بتاع الفريلانسنج، الشغل فعلا في شركة. فأتمنى أكون رديت عليك إن شاء الله يا شباب. يا حضرتك دلوقتي يعني حضرتك رأيك إن أنا الفترة دلوقتي إن أنا أشتغل اللي هو يعني أبتدي أدور على فرص فريلانس، فريلانس بحيث إن أنا أعمل كذا بروجكت وكده، وإن بالظبط، أنا في نفس الوقت أدخل مثلا حاجة زي أي تي أي، بحيث إن أنا برضه بعد إن التخرج. أنا يعني أقوي نفسي اللي هو لا يبقى سيرتيفايد من حاجة. صح، يعني أنا بالنسبة لي أول ما اتخرجت من الكلية، أنا كنت تاني دفعة في الكلية، وكان اسم الجامعة بتاعتي مش أحسن حاجة ك ك كسي اس. يعني انا كنت خريج جامعه حكومي، وكنت جايب 92% في الثانويه العامه، وكنت تاني دفعه اتخرج من الكليه بتاعتي. فالكليه كانت جديده، واسم الجامعه مش مسمع في السوق زي مثلا عين شمس والمنصوره. وبعد فتره يعني كانت عامله لي مشكله. لما دخلت اي تي اي 9 شهور، الموضوع فرق معايا، لاني كنت حاطط الجزء بتاع الاي تي اي 9 شهور كدبلومه، وهي فعلا دبلومه مش مجرد كورس او مجرد تدريب، هي فعلا دبلومه. كنت حاططها في الجزء بتاع الاديوكيشن، غطى على الجزء بتاع ان اسم الجامعه مش اقوى اسم. فانت اللي عليك حاليا سيرتيفيكيشنز، والحاجه الثانيه شغل فريلانسنج. طب حضرتك دلوقتي يعني المنحة الاي تي اي اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها، اللي هي ال9 شهور اللي هي بتبقى بعد بعد التخرج، الجامعة، بعد ولا التخرج. في واحدة في النص اللي بعد التخرج؟ لا لا، اللي هي بعد التخرج. اوكي ماشي. طب في حاجة لحد بعد التخرج، في حاجة مثلا اخدها دلوقتي؟ يعني دلوقتي انا حاليا ان شاء الله لما رواد مصر هتفتح، اللي هي هتفتح قريب ان شاء الله، فدي هقدم فيها. فهل في مثلا حاجة تانية برضه غير رواد مصر؟ اي حاجه تطلع جديده، او اي حاجه انت شايف انها ممكن تقفل الجاب بتاعتك دي، قدم فيها. يعني انا مثلا مش اوير بكل الحاجات الجديده، بس مثلا رواد مصر الرقميون دي قدم فيها. دور على السيرتيفيكيشنز تخص المجال، تخص الحاجه اللي انت بتتعلمها. قدم في كل ده واجتهد في كل ده. اوكي. طب لو في نصيحة مثلا معينة اعملها يعني وانا شغال على مع نفسي، اللي هو في ناحية التطوير يعني مع نفسي، هيكون ما فيش اي حاجه هقولها لك اكتر من ان انت اسعى ودور، وطول ما انت بتسعى وبتدور هتقابل ناس هتساعدك، وربنا هيكرمك ويوفقك ان شاء الله. تمام. شكرا جدا يا باشمهندس، والله يعني حضرتك اللي انت بتقولي ده يعني خلتني اخد بالي من حاجات كتير يعني، فشكرا جدا والله. توفيق ان شاء الله يا شام. طيب، ما تمام، بس يا باشمهندس كنت هسأل على الكود ستراكشر بتاع البروجكت. حضرتك المفروض لما بتبقى شغال كباك اند، كل البروجكتس الجديدة اللي بتبدأ فيها بيبقى كود ستراكشر معتمد على مثلا اركتكتشر معين هو اللي بتنفذه في كل البروجكتس، ولا لأ هو بتختلف؟ يعني لما ببني بروجكت جديد بشوف برضو على حسب الريكويرمنتس الاركتكتشر اللي انا هختاره. لا طبعا، على حسب الريكويرمنت. يعني ممكن يبقى مشروع محتاج اشتغل مايكرو سيرفيس، فبنروح نحط الديزاين ان احنا هنشتغل مايكرو سيرفيس، ونبدا مثلا نشوف هنشتغل كلين ولا اونيون، ولا هنشتغل باي اركتشر بالظبط، ايه الباترنز اللي ممكن ينفذها. وبناء على الريكويرمنت، ان ما ينفعش اكون مثبت دايما الباترن، او مثبت دايما الاركتشر اللي انا شغال بيه. اه يعني المفروض كده في الباك اند اروح اذاكر برضو، اعرف انواع الاركتكتشرز المختلفة عشان احدد انهي واحد المناسب للبروجكت اللي هبدأه. بالظبط. خلاص تمام، شكرا. أنا فاهمة. اسماء.
السلام عليكم، ازيك يا باشمهندس؟ لو سمحت انا تمام عندي الحمد لله. سؤال. وانا لو انا عندي تطبيق وعايزه انفذه، بشغل حد يو اي يو اكس بالتوازي مع حد ينفذ التطبيق، ولا لازم هو يخلص الاول اليو اي يو اكس؟ وانا بتابع ازاي كحد من بره المجال يعني، بتابع الشغل والله على بتاعه؟ حسب، يعني حاليا مثلا انت عندك تطبيق عايزه تنفذيه وانت حد ملوش علاقه بالتكنيكال، قدامك كذا اوبشن. انت تشوفي حد شغال فريلانسنج يشتغله. طب الحد اللي شغال فريلانسنج ده هو عنده اوبشنز كتير، ممكن يروح يعمل اس ار اس كامله، ممكن يشوف حد بتاع يو اي يو اكس يشتغل معاه، ممكن يروح يحاول هو يعمل جنريت لحاجه بشكل مؤقت او حاجه تمشي الامور كيو اي يو اكس، ممكن يشتغل هو كفايل بيزنس يعمل فايل بيزنس على حسب البادجت اللي انت حطاه برضه. ممكن حد تاني يكون لا بيشتغل مع تيم فيروح يعمل، يجيب حد مثلا بيزنس وحد يو اي يو اكس يشتغل على الحاجات دي ويطلع الشكل ويرجع يراجع معاكي تقولي له اه هو ده اللي انا عايزه كمل عليه او اقف ونعدل. وممكن حد تبعتي لي المشروع يخش يشتغل ديفلوبمنت على طول على حسب الفريلانسر. وممكن تروحي لشركه تبني المشروع فروم سكراتش وتبدا تعمل معاكي از كلاينت. كل على حاجه على حسب البادجت اللي انت حطاها وعلى حسب الحاجه اللي انت المفروض توصلي لها. هو في بس مشكله حاليا، احنا في 6 عاملين ريز هاند او 5، وفي نفس الوقت الوقت بتاع السيشن خلص بقى له ربع ساعه. فانا هبدا اخد الناس لحد الساعه 9 و25 دقيقه، وبعد السيشن انا هبعت لكم على الجروب او هخلي حد من المسؤولين هنا يبعت لكم لينكد ان بتاعي واسيب لكم القناه بتاعت اليوتيوب، واي حد عايز يسالني على حاجه يسالني دايركت على لينكد ان. ممكن اعرف فاتمنى تكون الرينج بس كام؟ ممكن ايه. ممكن اعرف الرينج يعني كام، من كام لكام؟ على حسب الريكويرمنت، يعني انت مثلا دلوقتي هتبني ابلكيشن، الابلكيشن ده هيسبورت ايه وفي فيتشرز ايه بالظبط، والمفروض انت عايزه من الشخص ده مجرد ابلكيشن شغال ولا يعمل له ديبلويمنت. طب هيعمل له ديبلويمنت على بلاي ستور والبلاتفورم بتاع الاي او اس، ولا هيعمل له بس ديبلويمنت على مجرد بس البلاي ستور، وفي نفس الوقت هيعمل سبورت ليه بعد كده ولا هيعمل ايه. فكل حاجه على حسب. تمام، شكرا لحضرتك. تمام العفو. آه، محمد محمود. ازيك يا باشمهندس؟ تمام الحمد لله. عايز أسأل بس عن إيه المشاريع المطلوبة مني كفريش إنها تكون في السي في، مثلا إيه الباترن اللي هم طبقوا، إيه الأركتكتشرز الحاجات دي. طيب بص، هو الموضوع ده يعني طبعا اجابته هتختلف من شخص للتاني. لو حد شغال يو اي يو اكس ده ليه مشاريع اكيد، لو حد لا شغال أنا باك إند دوت بزنس نت. او حد. باك إند دوت نت. حلو. انا هجاوبك كباك اند دوت نت. انا بالنسبه لي السي في ايه اللي اقول ان هو عامل مشاريع كويس. انا بالنسبه لي انت تكون عامل مثلا يعني مشروع عباره عن اي بي ايز ومستخدم فيه كلين اركتكشر ومستخدم فيه باترنز زي ريبوزيتوري او سي كيو ار اس، وفي نفس الوقت مستخدم حاجه زي فلوينت فاليديشن فيه، ورايح مثلا عامل فرونت اند ليه وباني حاجه بسيطه رياكت او مجرد حتى اتش تي ام ال، او حتى باني الفرونت اند بتاعه اس بي دوت نت. كل ده بالنسبه لي كويس، بس على الاقل يكون مشروع كويس وليه فكره كويسه. مش مشكله انه يكون معمول قبل كده، ان شاء الله اي كوميرس حتى، بس معمول. في نفس الوقت لو باني مشروع لو بسيط جدا حتى ليه علاقه بالمايكرو سيرفيس، حتى باك اند مجرد باك اند بس بيسبورت المايكرو سيرفيس، ده كويس عشان تثبت ان انت فعلا عندك نولج حاجه زي كده. فدي يعني هيئه المشاريع اللي انا افضل ان انا اشوفها عندك. لو عامل حاجات زي كده بيكون شكلها كويس، عامل مشروعين او 3 افكارهم بسيطه، يعني مش مشروع كبير، هو مشروع متوسط، وفي نفس الوقت في حاجات في اي بي ايز، في انتجريشن بين الاي بي ايز والفرونت اند، عامل ديبلويمنت ليه في لينك ممكن ادخل اتفرج عليه لو عامل له مثلا ديبلويمنت على حاجه فري هوست، حاجات زي كده. وانا في فيديو برضه كنت عامله على اليوتيوب بتكلم فيه عن ان انت ازاي تختار فكره المشروع وتنفذها ازاي وازاي تحدد السكوب بتاعك وكل الحاجات دي. بالتالي لو شفت الفيديو ده هيساعدك كتير ان شاء الله. تمام، شكرا يا باشمهندس. تمام العفو يا صديقي. زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هو سؤال سريع، بس هو حضرتك قلت ان طبعا يعني الديفلوبرز دلوقتي الموضوع الاي اي مؤثر معاهم وكده، فيعني هيبقى الموضوع اكتر ديسيجن ميكنج وهكذا. طب ماشي، انا حاليا يعني انا فول ستاك، انا يعني خلاص انا اخر سنه كمبيوتر ساينس، بس عندي خلفيه، يعني انا اشتغلت على كذا بروجكت داتا ساينس. هل المجال الداتا اصلا هل هيديني ايدج في السوفت وير انجينيرنج ولا ملوش علاقه خالص؟ بص، هو مثلا الاي اي هيأثر على كل حاجة، يعني الاي اي مش سايب حاجة في حالها، وده الطبيعي بتاع اي حاجة. يعني
زي ما الاي اي مأثر على الحته بتاعه السوفت وير انجينيرنج، هو مأثر في الحته بتاعه الداتا ساينس، مأثر في كل حاجه. بس الفكره ان مفيش حاجه اسمها ان الاي اي هيستبدل الديفلوبرز او الديفلوبرز هيبطلوا، أو مفيش الكلام ده خالص. الموضوع كله ان هو بيساعدنا، بيوفر الشغل. بدل ما حاجه كان بيعملها خمسه او سته ممكن يعملها اثنين او ثلاثه. بدل ما حاجه مثلا كان لازم سينيور يعملها ممكن جونيور بنولج كويسه يعملها. بدل مثلا ما حاجه كان بيعملها سينيور معاه ثلاثه جونيورز ممكن السينيور يعملها لوحده. فانت ايا يكن المجال ده لسه موجود، وذاكره وكمل فيه، سواء ده ساينس او ديفلوبمنت، باك اند او فرونت اند. الحاجه التانيه ان احنا كل كلامنا على الشركات بتاعت السوفت وير هاوس. بس انت عندك شركات مثلا اللي هي البرودكت بيز اللي عندها برودكت معينه، الشركات دي مش هينفع تدخل اي اي في الشغل بتاعها. الشركات دي عايزه حد يدخل يبدا يفهم البيزنس، يفهم السكوب. الشركات دي الاي اي مش هيخش ياثر ان هو يلغي ديفلوبرز منها، لا، هي ستيل محتاج ديفلوبرز ويخشوا يفهموا البيزنس ويشتغلوا على حاجات معينه فيها. في شركات قطاع حكومي لغايه دلوقتي ما تقدرش تفتح اي اي تول جواها. فالاي اي مش هيستبدل الديفلوبرز، وفي نفس الوقت هو هيأثر على اي مجال، مش شرط بس الديفلوبمنت. تمام. تمام، ماشي، شكرا. تمام يا صديقي. احمد. ماشي يا هندسة، إيه الأخبار؟ كنت عايز أسأل بس نقطة سريعة. هو أنا دلوقتي بحاول، يعني كنت سألت حد قبل كده في المجال قال لي إن الشخص الريكروتر مثلا بيكون محتاج إن هو يشوف حاجة شغالة وعليها يوزرز عشان يقدر يقيم إن شغلك كويس أو لأ. فأنا من الأساس ده بقيت إن أنا أعمل بروجكت كده. أنا باك إند، جبت حد صاحبي فرونت إند ونعمل بروجكت. هل الصح ان انا افضل اكبر في البروجكت ده واضيف فيه الفيتشرز، يعني مثلا اتعلم حاجات ان هي تحسن الاداء مثلا بتاع الاند بوينتس ان هو يكون اسرع وكده، وافضل اطور فيه واطلعه حاجه كويسه مثلا وادور على يوزرز ان هم يستخدموه، ولا ان انا اعمل بروجكت تاني جنبه مثلا او بروجكتين تانيين جنبه؟ والله انا هقول لك على حاجه، هو انا مش مع المعلومه اللي وصلت لك ان انت لازم يبقى عندك ريل ابلكيشن وعليه يوزرز علشان تدخل شركه. انا مش مع المعلومه دي خالص. الفكره كلها ان انت لما بتعمل مشروع انت بتعمل بروف للكونسبت اللي انا عارف الحاجه دي. فمش شرط يكون عندك مشروع وفيه ريل يوزرز. لو الموضوع في كده فعلا، وانا عندي مشروع فيه ريل يوزرز، انا لازم اعمل له ديبلويمنت، واعمل له ديبلويمنت على منصه يكون دافع فيها فلوس ويكون الوضع كده. بس مش ده المطلوب منك. المطلوب منك ان انت تكون عامل حاجه شغاله وبتعرف الناس اللي انت فعلا السكيلز دي عندك وعارف تستخدمها. دي اول حاجه. الحاجه التانيه، طب تبني مشروع واحد ولا تبني اكتر من مشروع؟ انا مع فكره ان انت تبني اكتر من مشروع. لو انت فعليا عندك فكره المشروع انت واحد صاحبك وهتبنوه، وبعد كده هيدخل بروفيت ليكو، كمل فيه وكبر فيه طالما هيجي من وراه فايده. مجرد ان انت تبنوا حاجه بتتعلموا فيها، لا، ابني كذا مشروع هيكون احسن لك. تمام. طب هو نقطه صغيره في الديبلويمنت، انا دلوقتي بستخدم حاجه فري زي مستر اي اس بي. هل ده اصلا ممكن هو يستحمل يوزرز يعني مثلا لحد قد ايه عشان اكون عامل حساب في الموضوع ده، وامتى هحتاج ان انا ادفع مثلا في الموضوع ده؟ على حسب الكباسيتي اللي انت بتستخدمها. يعني انا عارف ان حد استخدمها قبل كده وكان مثلا كل اللي عنده 20 او 30 يوزر، مش اكتر من كده. وعلى حسب كل يوزر بيستخدم الحاجه قد ايه، وعلى حسب كم مثلا الداتا اللي بيجيبها من الداتا بيز قد ايه. ولازم برضو تكون شايف ان الحاجه او التول اللي انت بتستخدمها عامل عليها ديبلويمنت. مثلا بتديك رام قد ايه، بتديك قد ايه سي بي يو، لازم تكون دارس الكلام ده كله. انا بالنسبه لي مثلا كان في حاجه فور فري اسمها ريلوي، كنت عامل عليها ديبلوي. بعد 100 يوزر لقيت كل حاجه بتوع الامور بايظه خلاص. بعد كده قال لي ان فيه فلوس، فدفعت الفلوس. كان تقريبا $20 في الشهر، وبقى عارف يستحمل لحد اكتر من 4000 يوزر في الشهر. فالموضوع بقى على حسب. لو انت بمجرد بترفع ارفع على اي حاجه فور فري ديك بتجرب. لقيت حاجة فعلا هتدخل دخل، لا، دور على أنسب حاجة مناسبة ليك بأقل تكلفة وابدأ بيها. أعتقد إن ماستر اي اس بي يعني في جزء منها بيد أساسا. تمام، شكرا. تمام يا صديقي. طيب يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل يا باشمهندس الحتة بتاعت يعني في مشكلة بتواجهني إن أنا عملت مشاريع فعلا في الفرونت إند، وبتعلم حاجات بسيطة في الباك إند، وساعات بستخدم باك إند هيدلس وحاجات سي ام اس عشان أكمل المشروع بتاعي. وعملت كذا مشروع ممكن تلاتة أربعة، بس برضك بتيجي تعطل في حتة إن أنا مش عارف. أنا هم توتوريال من على اليوتيوب، بس انا مش عارف اعمل حاجه فروم سكراتش، يعني ان انا ابدا انا ومن غير اي حاجه، من غير اي اي، من غير اي حاجه، ان انا ابدا واعمل المشروع. طيب أنا هقول لك رد مختصر جدا. في فيديو أنا كنت رافعه على اليوتيوب، إزاي تفكر في فكرة لمشروع.
كده كده بعد ما نخلص انا هبعت لكم اللينك بتاع قناه اليوتيوب ولينكد ان بتاعي. بس هديك نبذه عن الفيديو ده انا كنت بشرح فيه او بتكلم فيه عن ايه. حاليا مثلا انت بتشوف مشاريع وبتطبق وراها وبتمشي وراها، انت عايز تبني حاجه فروم سكراتش مع نفسك. طيب علشان تعمل ده اول حاجه لازم تلاقي فكره. لقيت فكره، طب كويس، مش شرط ان الفكره دي تكون يونيك محدش يعملها غيرك، لا ممكن تكون الفكره موجوده وتعملت. تبدا تفكر في السكوب بتاع البيزنس بتاعك. الفكره دي والله انا هعملها ليوزرز مين، هعملها مثلا لادمن وهعملها مثلا ليوزرز من نوع معينين. الفكره دي فيها لوجن وريجستريشن. طب ايه الداتا بتاعت لوجن وريجستريشن؟ عرفتها. طيب هل مثلا السكوب بتاع المشروع ده مثلا بيسبورت دكاتره مثلا؟ طب هل كل انواع الدكاتره ولا دكاتره مثلا بتاعت امراض معينه؟ دكاتره بتاعت امراض معينه، يبقى انا شلت كل حاجه ريليتد باي دكاتره تاني. طيب مثلا الفكره اللي انا عايز اعملها دي كسكوب، المفروض مثلا ايه الجيرني اللي جوه؟ الدكتور بيدخل يعمل لوجن وريجستريشن ويبدا ينشر مقالات علميه. طيب بعد ما ينشر مقالات علميه مثلا بيجي له كومنتس ولايكس وكلام من ده، يبقى انا عملت انفولف للكلام ده عندي في الفكره. طب ما بيجيلوش، خلاص انا قفلت السكوب بتاع الحته دي ومفيش مثلا كومنتس. طب الناس بتتفاعل مع الحاجات دي ازاي؟ بيبداوا يشوفوا البوستس. طب في اي اكشن ممكن يعملوه؟ ممكن يعمل سيف مثلا للبوست، ممكن يعمل سيف للبوست. بقى عندي اوبشن. ابدا حضر السكوب بتاعك، ادرس انت محتاج تطلع ايه بالظبط كفكره. بيكون كل الكلام ده عندك. بعد ما يكون الكلام ده عندك والفكره واضحه، بتبدا بقى تفكر انا كتكنيكال هبنيها بايه. هبنيها مثلا بدوت نت وانتي فريم ورك. طيب كفرونت اند هبنيها مثلا بحاجه زي رياكت. ابدا فكر في التولز اللي هتستخدمها كتكنيكال، تبدا تحط الكلام ده كله وتبدا شغل. تمام ماشي، شكرا. العفو يا صديقي، وإن شاء الله تكون السيشن كانت مفيدة ليكم. يعني للأسف خلاص الساعة 9:25 دقيقة، وبإذن الله أنا هبعت لكم يعني السيشن المفروض متسجلة إن شاء الله. هبعت لكم إن شاء الله لينكد إن بتاعي، وهبعت لكم القناة بتاعت اليوتيوب، وإن شاء الله تكون فادتكم. وأي حد محتاج مني أي حاجة أنا تحت أمره في أي وقت. بالتوفيق إن شاء الله يا شباب. السلام تسلم عليكم. يا مهندس، الله يسعدك، وعليكم السلام. رعاية الله. تمام يا شباب. تمام يا شباب، الحمد لله كده خلصنا على خير. إن شاء الله دلوقتي إحنا هيكون يعني لو في أي حد حابب إن هو يسجل أو أي تفاصيل تانية هبعتها لكم على الجروب. لو حد مش موجود في الجروب ثانية هبعت لكم اللينك. ده كده جروب الواتساب. بعد دلوقتي كده في اللينك بتاع الشات. لو في أي حد مش موجود فيه يقدر إن هو يدخل عادي جدا. وإن شاء الله هيكون عندنا الإيفنت يوم 8 مايو. لو انتوا يعني حابين ان شاء الله تسجلوا هبعت لكم اللينك على الجروب وكده لو في اي اسئله. برضو يعني شكرا ليكم وان شاء الله نتقابل على خير. وان شاء الله في بكره تاني سيشن هتبقى برضو الساعه 8 هتكون مع خالد بتتكلم على الاي اي فيديوز. فهتبقى لذيذه قوي، احضروها. شكرا ليكم، مع السلامه.